نبدأ مع شاب اسمه إتامي بيحب الانمي والمانجا زي عينيه، وعشان يقدر يشتريهم ويتابعهم كان لازم يشتغل، واخد القطار ورايح لواحد من معارض المانجا واللي بتتعمل مرة كل سنة. بيدخل المبنى اللي هيقام فيه المعرض، في نفس الوقت في وسط المدينة شيء بيتكون شوية بشوية لحد ما تظهر معالمه بالكامل، وهي بوابة تنين بيخرج منها ويطير في الجو. مش بس تنين واحد، جيش كامل مكون من الوحوش والفرسان والجنود والتنانين، كلهم بيخرجوا من البوابة ويبدأوا الهجوم، بيقتلوا اي حد يشوفوه قدامهم. إتامي بيشوف تنين بيطير في الجو، ايه اللي بيحصل ده؟ هو انا بحلم؟ اللي بيحصل ده مصيبة، بالشكل ده المعرض هيتلغي. كل همه على المعرض. شرطي في الشارع بيدي فارس طلقتين، الفارس بيقوم ويهاجمه، بس إتامي بيثبته على الارض وياخد السكينة منه ويقتله. باين عليه محترف. الناس بتحاول تلاقي اي مكان تستخبى فيه، بيتجمعوا عند القصر الامبراطوري، واحد من القصور التاريخية. إتامي بيكلم حراس الامن ويقول لهم افتحوا الابواب للناس، لو ما دخلوش المكان هيتحول لبركة دم. وفي المدينة عمليات القتل مستمرة، الفرسان بينتشروا في كل مكان، حراس الامن بيتواصلوا بالمقر الرئيسي وبيجيلهم الامر، ابواب القصر بتفتح والمواطنين بيدخلوا. في نفس الوقت اللي بتوصل فيه قوات الامن، الفرسان بيجمعوا نفسهم ويظبطوا الصفوف، ودي اللحظة اللي بتوصل فيها قوات الجيش. تنين طاير في السماء، فالهليكوبتر بتخرم جسمه، الدبابات والمدرعات بتوصل وتفتح النار، الرصاص بيخترق دروع الجنود ويقتلهم، والمكان اتحول لمجزرة، وفي اقل من 5 دقايق قدروا يخلصوا عليهم. وبعد عدة ايام وفي مبنى وزارة الدفاع، إتامي بيكرم لدوره في حماية المواطنين، ورتبته بترتفع من ملازم تاني الى ملازم اول، يعني هو اساسا كان عضو في الجيش. ومعلومة سريعة، اليابان بعد الحرب العالمية التانية وهي ما عندهاش جيش، عندها قوات للحماية واسمها قوات الدفاع الذاتي. شهرة إتامي بتتوسع في وسط معسكر الجيش، كل الناس بتقرب منه لحد ما يجي اليوم اللي بياخد فيه الزي الجديد. فرقته خدت الزي قبل باقي الفرق لان رئيس الوزراء اعلنها. البوابة لسه موجودة في ارضنا، ما نعرفش ايه الموجود وراها، ارض غير معلومة ممكن يجيلنا منها الخطر في اي وقت. احنا قدرنا نقتل المجرمين اللي وصلوا وقبضنا على شوية منهم، ما ينفعش ندمرها لانها ممكن تفتح في مكان تاني، عشان كده المنطقة اللي ورا البوابة تعتبر من اراضي اليابان ولازم ندخل ونستكشفها. فرق من قوات الدفاع الذاتي هتتولى المهمة. طبعا إتامي كان واحد من الجنود اللي هيدخلوا، كل المعدات بتتجمع، دبابات ومدرعات وطيارات وعربات، وكلهم بيدخلوا البوابة. المكان شبه الممر وبيوصلوا في الليل للعالم الآخر. البوابة التانية موجودة فوق الهضبة، وأول ما بيوصلوا بيشوفوا قوات الأعداء قدامهم، بينزلوا ويتفرقوا في المكان وبتبدأ الحرب. طول الليل الحرب كانت مستمرة للدرجة إنهم سيطروا على الهضبة بالكامل. الأخبار بتوصل للإمبراطورية، هي دي الإمبراطورية اللي فتحت البوابة وأرسلت جيش لغزو اليابان. الإمبراطور مجتمع مع مجلس الشيوخ، خسرنا 60% من قوات جيش الإمبراطورية، مين هيعوض الخسائر؟ الإمبراطور بيقول فعلا خسائر كبيرة، ده ممكن يضغطنا وسط باقي الدول، عشان كده لازم نكمل الحرب. كلموا باقي حلفائنا من الدول وخليهم يجهزوا الجيوش عشان نهاجم الهضبة. كل دولة بتجهز جيشها ويتجهوا لقرب الهضبة، كلهم بيتجمعوا ما عدا جيش الامبراطورية. مبعوث من جيش الامبراطورية بيوصل بيقول لباقي الدول احنا هنلف من ورا الهضبة عشان نعمل عليهم كماشة، ما تخافوش احنا مع بعض هنهزم الاعداء. القائد المسؤول عن باقي القوات اسمه دوران، لقبه هو اسد المعارك، وتحت ايده 300 الف جندي، ومن الحسابات العدو اللي هم اليابان عددهم 10,000 جندي. ومع شروق الشمس بتتقدم القوات، مش لاقيين اي اثر لجيش الامبراطورية، بس برضو بيكملوا باعدادنا استحالة نخسر. وفجأة قنبلة بتنزل من السماء بتنسف الصف الامامي بالكامل. دوران بيروح يشوف اللي حصل، المكان اتغطى بالجثث، احنا ما شفناش الاعداء اساسا، ماتوا ازاي بالسرعة دي؟ اول يوم عدى ب10,000 قتيل، تاني يوم الحرب بتستمر والمدافع شغالة بكل قوتها. القوات مش قادرة تقرب من الهضبة وبيسقط 40,000 قتيل. جيش الامبراطورية راح فين؟ هم ماتوا ولا ما جوش اساسا؟ دوران بيقول ما قدامناش الا حل واحد، هجوم ليلي نقلب
ويقلب بيه موازين المعركة. امشي يا ابني بالراحة، مش عاوزين صوت. بس فجأة السماء بتنور، ألعاب نارية قلبت الليل نهار. دوران بيقول للقوات اتقدموا بسرعة، اخترقوا صفوف الأعداء، لكنه بيلبس في الأسلاك الشائكة، وساعتها النار بتفتح. كل القوات بتسقط من حواليه، ولا درع نافع ولا ترس بيصد. كانت غلطتنا في دخول المعركة، وصاروخ بينزل عليه بيفرتكه. وفي النهار الغربان بتغطي المنطقة وتبدأ في أكل الجثث. الأخبار بتوصل للإمبراطور إن جيش التحالف تم تدميره. الإمبراطور بيقول كويس، خطتي مشت زي ما أنا عاوز. خسرنا قوات كتيرة في معركة اليابان. البلدان المجاورة كانت ممكن تهددنا، بس دلوقتي جيشهم اتدمر في معركة الهضبة. راجل ذكي جدا. بتدخل عليه بنته واسمها بينا كولادا، بتقول له أنا سمعت عن خبر تدمير جيش التحالف، هنعمل ايه دلوقتي؟ الامبراطور بيقول لها للأسف أنا معرفش أي معلومات عن الأعداء الموجودين في الهضبة. أيوة صح، أنت موجودة. ايه رأيك تاخدي مساعدينك وتروحي تلمي معلومات وتعرفي أي حاجة عنهم؟ خلي لفرقتك أي لازمة بدل ما هم قاعدين. فالأميرة بتقول له تحت أمرك، وبتخرج من القصر. وفي أمريكا الرئيس قاعد مع مساعدينه مستنين أي خبر يجي من اليابان عن العالم الجديد، وهل في موارد ممكن نستفيد بيها ولا لأ. وفي العالم الآخر بيقرروا يعملوا فرق لدراسة العالم. لازم نعرف صناعات وأدوات والأديان اللي بيستخدمها الناس، عشان كده بتتأسس 6 فرق، كل فرقة ليها قائد، وإيتامي هيكون قائد لواحد من الفرق. هو كاره الشغلانة أساسا ولا عاوز يبقى قائد ولا نيلة، وكل أتباعه شكلهم أقوى منه، 9 رجال وبنتين بالإضافة لإيتامي، وكلهم بينطلقوا للمهمة. بيروحوا الأول قرية يتعرفوا على السكان، بيوزعوا شوكولاتة للأطفال ويحاولوا يعرفوا لغتهم ومكان القرية على الخريطة. وهم ماشيين بيشوفوا دخان مغطي السماء، في حريق في الغابة اللي قدامنا. يا ترى ده بسبب طبيعي ولا حد سبب الحريق؟ أحيي ده في تنين بيحرق الغابة، لو شافنا هيشوينا. يلا بينا يا عم الحاج. ايه ده استنى، القرية اللي كنا فيها قالوا ان في قرية موجودة في وسط الغابة. بيستنوا التنين يمشي وبسرعة بيروحوا لمنتصف الغابة ويلاقوا الركام في كل مكان، أنقاض البيوت وجثث محروقة، تقريبا مفيش حد عايش. وفي مشكلة كبيرة، لما حاربنا التنانين الصغيرة عند البوابة، الرصاص بتاع المدرعة يا دوبك قدر يخترق جلدهم، وشكل التنين ده أقوى والرصاص بتاعنا مش هيأثر عليه. إيتامي بيقول لهم خلاص يلا بينا نرجع ونبلغ القيادة بالمعلومات اللي جمعناها. بس استنى أشرب من بير المية. بيبص على البير ويلاقي بنت واقعة جواه. بسرعة بيخرجوها من البئر، من شكلها باين إنها من عشيرة الإلف. النبض والضغط مظبوطين، تقريبا فاقدة الوعي من الصدمة. طب احنا مش عارفين نعمل فيها ايه. خلاص يلا بينا نرجع للقرية اللي كنا فيها من شوية. بيقابل سيد القرية وبصعوبة بيقدر يقوله إننا شفنا تنين حرق القرية. سيد القرية بيقول تنين؟ دي مصيبة. إيتامي بيقول له التنين قتل كل أهل القرية، بس قدرنا ننقذ واحدة، ممكن تاخدها عندك؟ قال له ما اقدرش اخد الإلف ده، احنا أساسا هنهرب دلوقتي. بيقول له تهرب ليه؟ قال له التنين ما دام ده طعم البشر أو الإلف فهيفضل يدور عليهم لحد ما يشبع، وكل أهل القرية بيشيلوا أغراضهم ويحطوها في العربات. ومنهم واحد ساحر عايش مع التلميذة بتاعته واللي اسمها ليلي. بينطلقوا مع باقي أهل القرية، بس الطريق بيقف. واحدة من العربات وقفت بسبب الحمولة الزايدة. الجنود بيساعدوها، فليلي بتنزل تشوف ايه اللي بيحصل. بنت وقعت من العربة وحالتها خطر. فجأة الحصان بيهيج ويهاجم ليلي، بس ب3 طلقات في صدره الجندي بيقتله. ليلي بتنبهر، هم انقذوا حياتي، ايه الحاجات اللي بيستخدموها دي؟ انا لازم اتعلم منهم. بنوصل لليل مع قطاع الطرق اللي بيعرفوا ان اهل القرية بيهربوا من تنين النار، لو هاجمناهم ممكن ناخد كل اللي معاهم. وفجأة راس قائدهم بتتقطع. بتظهر حاصدة الارواح روري، كاهنة في ضريح السيد ايمولي سيد القتل والموت. روري بتدور القتل فيهم، بتضرب بالمنجل الارض بتكسرها، وبالسيف بتقطع كل واحد فيهم لاشلاء. وفي الصباح بيكملوا الرحلة. اهل القرية بيفضلوا ماشيين مفيش مكان يروحوه. اهم حاجة انهم يبعدوا عن تنين النار، اهم حاجة التنين ما يقدرش يوصل لهم. بتقطع عليهم الطريق روري. إيتامي بيشوفها وبينبهر، هي دي اللي بشوفها
بنشوفها في المانجا فتاة لولي. لولي هي الشخصية اللي عمرها كبير لكنها بجسم طفل. سكان القرية بيتجمعوا حواليها ويحكوا لها كل اللي حصل. شكلهم بيحترموها وبيحترموا المنصب اللي هي فيه. روري بتشوف العربة وتقول لهم خدوني معاكم، وبتركب العربية مع إيتامي. بيفضلوا ماشيين لحد العصر. تقريبا خلاص بعدنا عن القرية بمسافة كبيرة. من السما بيظهر تنين صغير ماشي في امان الله. فجأة تنين النار بيجي وياكله. إيتامي بيؤمر القوات بوضعية الهجوم. التنين بضربة نار بيحرق العربات ويقتل اهل القرية. الجنود كلهم بينطلقوا ناحيته ويفتحوا النار. البندقيات مش نافعة وسلاح العربة مش نافع، ولو نار التنين صابتنا هنتشوي. في اللحظة دي الالف بتصحى وتحاول تكلمه، مش فاهم حاجة منها، فبتشاور على عين التنين. في سهم في عينه الشمال، فبيؤمر كل الجنود باستهداف العين. اكيد هي دي نقطة ضعفه. التنين فعلا بيتراجع شوية، وده كان وقت البازوكا. مدفع بازوكا بتنطلق منه القذيفة وتخبط في دراع التنين بتدمرها. فالتنين بياخد بعضه ويهرب من المكان. قدروا يهزموا التنين من غير ما يفقدوا جندي واحد، بس العشرات من اهل القرية ماتوا. سيد القرية بيشكرهم ويقول لهم تنين النار مش هيجي ورانا، بس للأسف مش هنقدر ناخد أطفال الموتى. احنا مش عارفين هنروح فين أساسا، ومن تاني احنا بنشكرك من كل قلبنا. فإيتامي هيرجع بروري والإلف والساحر وليلي وشوية أطفال كمان معاه. بياخدهم ويرجع القاعدة. القائد أول ما يشوفهم بيقول له الله يخرب بيتك، مين اللي قالك تجيبهم معاك؟ هنحطهم فين دول؟ بيرفع التقرير لرئيس قوات الدفاع الذاتي واسمه هزمة. قدرنا نعمل تواصل مع المواطنين، بس للأسف اضطرينا نجيب شوية منهم معانا. هزمة بيقول مش مشكلة، خليهم موجودين معانا في القاعدة. وعشان كده إيتامي بياخد مهمة جديدة، وهي رعاية كل المواطنين اللي جابهم. نائب القائد اسمه كيرا، فالقائد اسمه هزمة والنائب بتاعه اسمه كيرا. بيقول لإيتامي احنا لقينا ثروات معدنية ممكن تكفي العالم بالكامل. انت الوحيد اللي تواصلت مع المواطنين، انت الوحيد اللي هتقول لنا هل العالم الاخر يستحق اننا نحارب باقي الدول عشانه. إيتامي بيبدأ مهمته وبيتعرف على المواطنين اللي جابهم معاه. اهمهم هي الالف واسمها تشوكا، الساحرة اسمها ليلي، وحاصدة الارواح واسمها روري. بيبدأوا في بناء بيوت جديدة ليهم، وليلي واقفة مبهورة. اول مرة تشوف جرار، الاكل اول مرة تشوفه، الطعم اول مرة تدوقه، كل حاجة بالنسبة لها جديدة. عشان كده قررت تتعلم منهم، وحتى بدأت تقلد تصرفات قوات اليابان، وشوية بشوية بدأت تتعلم اللغة اليابانية. شوكا هي بنت زعيم عشيرة الالف. في اليوم المشؤوم صحت على صوت ابوها وهو بيقول لها تنين النار بيهاجم. التنين بدأ يحرق كل بيت وكل واحد بيشوفه. الاب خدها وطلع يجري، لكن الغابة بتولع حواليهم، فبآخر قوته مسكها ورماها في البئر. واخر حاجة شافتها ان التنين بياكل ابوها. بعد ما فاقت انكرت اللي حصل، اقنعت نفسها ان ابوها لسه عايش، للدرجة انها بتاخد اكل يكفي شخصين. بتاكل نصه وبتسيب النص التاني لانها بتحسب ابوها لسه عايش. والاخبار بدأت توصل العالم. قوات الدفاع الذاتي حاربت كائن اسمه التنين وقدروا يهزموه، لكن بعض المواطنين ماتوا في خلال المهمة. الصحافة بتسأل ليه في ناس ماتت، وحكومات العالم بدأت تستغل الحادثة، وخصوصا الصين اللي كانت عاوزة تبعت جزء من شعبها للعالم التاني. وفي وسط المدن الخبر بدأ ينتشر. الناس اللي لابسين اخضر قدروا يقفوا قدام تنين النار وكمان خلوه يهرب. تنين النار وحش اسطوري وبيمثل كارثة على اي دولة بيقرب منها. بنيا كانت قاعدة وسمع كل اللي حصل، بتدور اكتر عن اخبار لحد ما تسمع عن راجل مصاب في حرب الهضبة. بتروح تشوفه وبيطلع دورا، خسر ايده اليمين ورجله اليمين. بتقول له انا جاي اعرف معلومات. بيقول لها معلومات سهلة، ابوك الامبراطور بعتنا عشان نموت، اتخلى عننا عشان يقوي من الامبراطورية. عاوزة معلومات اكتر؟ روحي بنفسك للهضبة. فبنيا بتاخد فرقتها وتتجه للهضبة. في نفس الوقت ليلي والبقية بيستكشفوا المكان. بيوصلوا لساحة المعركة ويلاقوا مئات التنانين الميتة واللي كانت مع جيش التحالف. حراشف التنانين سعرها غالي جدا، فبيجمعوها كلها، وإيتامي بيتطوع مع فرقته انهم يودوهم لأقرب مدينة منها يساعدهم عشان
يبيعوا الحراشف، ومنها يعرف التجارة في العالم ده ازاي بتمشي. اشهر مدينة تجارية اسمها ايتاليكا، بيمشوا في الطريق ليها وبرضه بيلاقوا دخان قدامهم. هو ايه الحكاية كل شوية نلاقي دخان؟ مكان الدخان هو نفس مكان مدينة ايتاليكا، وفي الوقت ده قطاع الطرق بيهاجموا ابواب المدينة ويحاولوا يخترقوها. الاميرة بنيا واقفة مع قوات دفاع المدينة، بيستخدموا السهوم والزيت المغلي لابعادهم، وفعلا بينجحوا وقطاع الطرق بينسحبوا. قطاع الطرق هم الجنود اللي كانوا في جيش التحالف وقدروا يهربوا من المجزرة، ما قدروش يرجعوا بلادهم بعد الخسارة، فجمعوا نفسهم وبدأوا في غزو المدن والقرى. مدينة ايتاليكا هي جزء من الامبراطورية، والامبراطورية مكونة من مجموعة مدن كل مدينة عليها حاكم، وكل الحكام دول لما بيجتمعوا بيكونوا مجلس الشيوخ. بنيا زي ما قلنا هي بنت الامبراطور، عندها فرقة من الجنود كلها بنات ما عدا الحارس بتاعها. الفرقة ما عملتش مهمة واحدة في تاريخها، وجمع المعلومات عن الهضبة هي أول مهمة حقيقية تاخدها من الامبراطور. بتصحى على صوت الفارس بتاعها وهو بيقول لها في ناس مستنية بره المدينة. بيطلعوا يشوفوا ويلاقوا عربات الجيش، بتخرج منها ليلي وبعدها تشوكا. دول شخصيات مغمورة ملهمش لازمة، بس أول ما يشوفوا روري بيتصدموا. هي ايه اللي جابها هنا؟ ممكن تكون مع قطاع الطرق؟ مستحيل، لو كانت معاهم كنا زماننا ميتين من بدري. ايتامي بيخرج معاهم ويمشوا لحد البوابة. روري بتخبط وتقول انا هفضل واقفة كتير، فبنيا بتفتح البوابة بكل قوتها وبتلبس في راس ايتامي بتوقعه على الارض. بيصحى ويطمن صحابه اللي مستنيين جوه المدرعة، وبيعرفوا ان اللي قدامهم هي الاميرة بنيا كولادا. بنيا بتاخدهم في جولة وتقول لهم المدينة تعتبر مركز تجاري، كانت ملك الواحد من النبلاء لكنه توفى وساب 3 بنات، 2 منهم اتجوزوا وراحوا ممالك تانية، وفضلت الاخت الصغيرة هي اللي بتحكم، بنت عندها 11 سنة. عشان كده بنيا فضلت موجودة عشان تتولى مهمة حماية المدينة. ايتامي بيقول لها احنا جايين نبيع حراشف التنانين، غالبا مش هنقدر نبيعها لو المدينة سقطت، عشان كده هنساعدكم وامرنا لله. بيبلغ القيادة مش هنقدر نرجع النهاردة، وقعنا في مشكلة ولازم نحلها، بس انا عاوز اطلب منكم طلب. وفي المغرب بيلاقوا 3 فرسان، غالبا دول كشافين قطاع الطرق. المدينة ليها 4 بوابات، ايتامي وفرقته واقفين على البوابة الجنوبية، واقفين لوحدهم، هم 12 واحد، وقطاع الطرق عددهم قرب ال500. الاميرة بنيا بتضحي بيهم وايتامي عارف كده. وفي تمام الساعة 2 قبل الفجر العدو بيهاجم بكل قوته، مستهدفين البوابة الشرقية ومجهزين نفسهم بكل حاجة، سلالم ودروع، وحتى مستخدمة أرواح بتقدر تستخدم السحر. بيهاجموا بكل قوتهم بدون أي ذرة خوف من الموت، جايين يا إما يفوزوا يا إما يموتوا. قدروا يوصلوا لقمة الأسوار وقتلوا الحراس، وأخيرا فتحوا البوابة لدخول باقي الجنود. وبنيا واقفة مكسوفة من نفسها، عاوزة تطلب المساعدة من ايتامي ورجالته، بس ازاي؟ انا بعتهم كطعم للبوابة الجنوبية، ازاي هطلب منهم يساعدونا وانا كنت رمياهم للموت؟ في نفس الوقت في الهضبة هزمة بيجتمع مع باقي القوات، بيقول لهم الفرقة الثالثة بقيادة ايتامي بتواجه حاليا قطاع الطرق، معاهم اميرة الامبراطورية، فلازم نوفر ليهم الحماية. وبيختار الفرقة الرابعة، الفرقة اللي بتستخدم الطيارات عشان تقدم الدعم. وفي المدينة قطاع الطرق بيتلموا على قائد الحراس ويقتلوه. قائد قطاع الطرق بيقول لرجالته هنعوض معركة الهضبة، هنقتل العدو او نموت واحنا فخورين. المعركة اللي ما قدرناش حتى نحاربها هتبدأ دلوقتي. السبب اللي خلى الجنود يتحولوا لقطاع طرق هو اليأس، خسروا قدام اليابان من غير حتى ما يحاربوا، الطيارات قتلتهم من غير ما يخرجوا سيوفهم، عاوزين يموتوا وهم بيحاربوا، عشان كده بدأوا في غزو المدن. المدنيين بدأوا في الدفاع لكنهم ضعفاء. وعند البوابة الجنوبية روري بتتألم. ايتامي بيقول لليلي هو ايه اللي بيحصل؟ بتقول له ارواح الجنود اللي ماتوا بينتقلوا لسيد الموت، وده عن طريق جسم روري، سيبها تروح تحارب والألم هيقل. ومن غير ما تستنى بتنطلق للبوابة الشرقية، فايتامي بينادي جنوده وياخدوا المدرعة وينطلقوا. بيكلم الفرقة الرابعة ويبلغهم ان العدو عند البوابة الشرقية. اول ما نوصل
نوصل هنستخدم إشارة ضوئية عشان تعرفوا مكانهم، والطيارات متوجهة للمدينة لتقديم الدعم. وإتامي أول ما يوصل بيضرب الإشارات الضوئية. في الوقت اللي بتوصل فيه روري وتنزل لمنتصف المعركة، بتضرب الأول وتكسر رقبته، والطيارات بتبدأ الضرب. أي واحد واقف بره المدينة بيتقتل، مسدسات تلاقي، قنابل تلاقي، صواريخ تلاقي، وروري عمالة تقتل في الجنود اللي جوه المدينة. أي حد بيلمسه المنجل جسمه بيتقسم نصين، وحتى الدروع مش بتقدر تصدها. كوريباشي بتقدم لها الدعم، بتستخدم البندقية والمسدسات في مواجهة قطاع الطرق. فريق متكامل بيساعد بعضه، وكذلك إتامي عمال يقتل فيهم. وفجأة صاروخ بيضرب السور، وقائد قطاع الطرق بينزل على منجل روري. مات بالصدفة وبرضه ما حاربش. بيجي أمر الإتامي بعد 10 ثواني هنقتل الأهداف داخل المدينة، فإتامي بياخد روري ويهرب، والطيارات بتفتح النار وتقتل كل قطاع الطرق. حرفيا مجزرة. وبنيا شافت كل اللي حصل. ازاي حاربنا قوة زي دي؟ لو الحرب اتكررت الامبراطورية هتتباد. لازم نعمل معاهم اتفاقية سلام والانقاذهم المدينة. بيتفقوا مع الاميرة بنيا على التالي: احنا ساعدناكم وقتلنا قطاع الطرق، كل اللي عاوزينه اننا نبيع حراشف تنانين، وكمان هناخد شوية من الأسرى، واخيرا اعفاء من الضرائب المفروضة على التجارة. بنيا بتقول له بس كده؟ قال لها هو ده اللي احنا عاوزينه. ما كانوش مصدقين نفسهم، دول لو خدوا المدينة ليهم مش هنقدر نغلطهم. وإتامي بيختار الأسرى، منهم البنت اللي كانت بتستخدم الأرواح السماوية، وسبحان الله كل الأسرى اللي اختارهم كانوا بنات. الفرقة الرابعة بتاخد الطيارات وترجع الهضبة، وليلي بتروح تبيع الحراشف وبتستفيد من إعفاء الضرائب اللي خدوا إتامي. وأول ما خلصوا بياخدوا المدرعات ويمشوا. فجأة بيلاقوا قدامهم مجموعة فرسان. إتامي بينزل يهدي الوضع، بتقول له انت خارج من مدينة إيتاليكا، كنت بتعمل ايه جوه؟ بتضرب إتامي، فالمدرعات بتتجهز للرد. إتامي بيقول لهم محدش يضرب، اهربوا. وفعلا نفذوا الأوامر وخدوا المدرعات وهربوا. هو الوحيد اللي اتمسك من قفاه. بياخدوا لمدينة إيتاليكا. بنيا بتقول لهم الله يخرب بيتكم، عملتوا ايه فيه؟ فضلوا يعذبوا فيه لحد ما فقد الوعي. بالشكل ده الاتفاقية اللي عملناها باظت. لو الطيارات رجعت من تاني هتدمر المدينة بكل اللي فيها. وبره المدينة الجنود واقفين مستنيين. واحد منهم بيقول ما تخافوش، القائد هيبقى كويس. في الاول والاخر القائد واحد من الحرس. الحرس هم فرقة خاصة خاضت تدريبات قاسية بتخليهم يعدوا من المواقف الصعبة، وده طبعا مش شبه إتامي خالص. وفي منتصف الليل بيتقدموا للمدينة، بيدخلوا عادي من البوابة لان روري معاهم محدش هيلمسهم. وتشوكا بتستخدم تعويذة وتخدر كل الحراس الموجودين عشان الجنود يقدروا يدخلوا. في الوقت ده إتامي بيصحى من النوم ويلاقي جنبه كل اشكال وانواع الخدم اللي كان بيشوفهم في الانمي، ودان قطط وديل وشعر طويل. حاكم المدينة السابق كان عنده هواية تجميع الخدم، فجاب خادمة من كل نوع: ارنب مقاتل، قطط بشرية، ميدوسا شبه بوا هانكوك، واخيرا بشرية. جمع كل الانواع كخدم. ودي اللحظة اللي بيدخل فيها الجنود، بيلاقوا إتامي قاعد ياكل، ما حصلهوش اي حاجة، وكمان جنبه الخدم. بيروحوا البنية ويقولوا لها احنا راجعين. إتامي جايله استدعاء من مجلس الشعب، حاجة زي مجلس الشيوخ عندكم. بتقول مجلس شيوخ؟ يعني احنا لسه ضاربينه وهيروح يقدم فينا تقرير، اكيد هيجوا يدمروا المدينة. بتقول لهم انا اسفة جدا على كل اللي حصل، انا عاوزة اروح معاكم لمجلس النواب واعتذر لهم شخصيا. إتامي بيكلم القادة وبيوافقوا، ومع الصباح بياخدوا بعضهم ومعاهم الاميرة وينطلقوا. اخيرا بيوصلوا الهضبة، وساعتها بتشوف الطيارات والاسلحة. بتسأل ليلي هو كل الجنود معاهم اداة السحر اللي في ايديهم؟ ليلي بتقول لها ده مش سحر، دي اداة اسمها البندقية، كل واحد فيهم معاه واحدة. بتقول دي مصيبة، بالشكل ده ممكن يدمروا الامبراطورية. وكمان بتشوف الدبابات، انا لازم اعمل معاهم معاهدة باي تمن، لازم الحرب تقف. بتدخل تقابل القائد هزمة، بتقول له مساعدين اتصرفوا بشكل غير لائق وانا جاي اقدم اعتذار. فبيقول لها عادي احنا مسامحينك. إتامي هيكون ممثل لقوات الدفاع الذاتي، هيروح البرلمان ويقدم لهم تقرير بكل اللي حصل، وكمان هياخد 3 شهود وهم ليلي وتشوكا وروري. الاميرة ومساعدتها بيروحوا معاهم بس بشكل سري.
سري محدش من الصحافة هيعرف، والبوابة بتفتح والكل بيدخل عشان يوصلوا اليابان. إيتامي بياخد البقية ويدخلوا البوابة عشان يرجعوا اليابان. من أول نظرة الأميرة بنيا بتنبهر، ايه كل المباني العالية دي وازاي في ناس عايشة جواها. بيقابلوا كوما ضابط من استخبارات الدفاع والمسؤول عن مساعدتهم طول الزيارة. بيقول لإيتامي شرف ليا اني اقابلك، دورت على تاريخك قبل ما اجي، كنت تاني اعلى درجة في كلية الضباط، وبعد التخرج ادائك كان مقبول، فالضابط غضب عليك وخلاك تدخل تمرين الحراس وقدرت تنجح فيه بطريقة غير معروفة. انتقلت لقوات الدفاع الذاتي لكنك كنت كسول، بس بفضل ظهور البوابة ترقيت من ملازم تاني الى ملازم اول. من البيانات شكلك قوي لكنك مش بتحب تشتغل. بياخدوا اتوبيس ويمشوا في المدينة، بيشوفوا شجر عيد الميلاد والمباني، بياخدوهم لمحل هدوم عشان يلبسوا حاجة رسمية، وبعدها بيروحوا يتغدوا تقريبا رامن، واخيرا بيروحوا لمجلس النواب. إيتامي بينزل ومعاه روري وتشوكا وليلي، والاميرة بنيا بتفضل في الاتوبيس. للاسف مش هتدخلي معاهم، احنا عندنا اجتماع في مكان تاني. والاجتماع كان مع مستشارة رئيس الوزراء ومعاها وزير الخارجية، عاوزين يبحثوا خطة السلام اللي بين اليابان والامبراطورية. وفي مجلس الشعب إيتامي والبقية بيدخلوا في مشهد مذاع بتشوفوا جميع دول العالم. النهاردة هي جلسة استجواب، المشرف عليها هي عضو مجلس الشعب واسمها ميزوكي. بتقول احنا جايين عشان نعرف السبب اللي خلى 150 لاجئ يموتوا من التنين وهم تحت حماية قوات الدفاع الذاتي. اول واحد بيتقدم هو إيتامي، بيقول لهم بسم الله التنين كان قوي، امر ربنا هنعمل ايه. بتقول له انت ازاي بتتكلم باستهتار كده، انت مش مهتم بالارواح اللي ماتت. بيقول لها مهتم بس انا عملت اللي عليا. بتقول له يعني قوات الدفاع الذاتي هي السبب؟ بيقول لها لا، افتكارنا للقوة النارية هو السبب. اغلب انواع الرصاص اللي معانا مش بتأثر في التنين، لو كان معانا اسلحة اقوى كانت اعداد الضحايا هتقل. واحد من وزارة الدفاع بيتدخل، بيقول ان بتحليل حراشف التنين لقيناها قوية جدا، المطالبة بعدم وجود ضحايا ضد التنين يعتبر جنون. ميزوكي بتقول خلاص انا عاوزة اسأل ليلي. ليلي بتتقدم وتقف قدام المايك، بتسألها احكي لنا عن احوال المعيشة مع قوات الدفاع الذاتي. بتقول لها حلوة، لو بتسألي عن الحرية فالبشر اساسا ما عندهمش حرية من لحظة ولادتهم. ميزوكي بتقول لها حرية ايه الكلام الكبير ده، قصدي بيعذبوكي، بيطفوا السجاير في ودنك، اي حاجة من الحاجات دي. بتقول لها لا، انا باكل وبشرب ومتوفر ليا كل حاجة عاوزاها. ميزوكي بتقول لها طب ال 150 اللي ماتوا هل قوات الدفاع الذاتي كانوا سبب في موتهم؟ بتقول لها لا. فتشوكا بتتقدم للمايك، ميزوكي بتقول لها قبل ما نبدأ هي ودانك دي بجد؟ بتقول لها طبعا. نفس السؤال بيتكرر، هل قوات الدفاع الذاتي كانوا سبب في سقوط الضحايا؟ شوكا بتقول لهم والله ما اعرف، انا كنت فاقدة الوعي وقتها. اجابة صغيرة وبيجي الدور على روري. ميزوكي بتحسب لبس روري هو لبس جنازة، اكيد ليها حد ميت من ال 150. بتسألها اوصف لنا حياتك في المخيم. بتقول لها بسيطة، بصحى وبنام وباكل. بتقول لها نعيد السؤال، من شكلك باين انك فقدت شخص عزيز عليكي، هل قوات الدفاع الذاتي هم السبب في موته؟ اصل باين عندنا في التقارير 150 لاجئ ميت ومفيش جندي واحد مات او حتى اتصاب، الجيش هو اللي المفروض يموت مش اللاجئين. روري بتقول لها انت غبية ولا ايه؟ إيتامي ورجالته عملوا كل اللي يقدروا عليه، مفيش حد فيهم مات، وايه المشكلة؟ هم لازم يموتوا، ايه المشكلة لما يحاربوا وهم بيحافظوا على حياتهم؟ لو مش عاجبك روحي حربي مكانهم، كفاية انهم رجعوا بعد ما حاربوا تنين النار. 150 ماتوا، اللي بتقولي غلط، لازم تقولي ان في 450 واحد فضل عايش. لو إيتامي ما كانش موجود فدول كان زمانهم ميتين. ميزوكي بتقول لها طريقة كلامك مش عجباني، في بلادنا الاطفال لازم يحترموا الكبار، انا عندي 35 سنة واكبر منك. روري لسه هتخرج المنجل بتاعها، فإيتامي بيهدي الوضع، ممكن مش باين عليها بس روري اكبر مننا، عندها 961 سنة. شوكا بتقول لهم وانا 165 سنة. ليلي بتقول لهم انا لسه صغيرة عادي، عندي 15 سنة. ليلي من البشر متوسط اعمارهم 60 ل 70 سنة. شوكا من الجنيات وتعتبر من النوع النادر وممكن تفضل عايشة الى الابد.
روري في الاصل انسانة لكنها اتحولت وبقت نص حاكمة، وفي العادة لما بيوصلوا 1000 سنة بيسيبوا الجسم البشري ويتحولوا الحكام بشكل كامل. اعتقد كفاية لحد كده والاجتماع بيخلص، والاجتماع مع الاميرة بنيا لسه مستمر. وزير الخارجية بيقول لها بالنسبة لموضوع الاسرى احنا عندنا 6000 اسير خدناهم لما وصلوا اليابان من البوابة، ممكن نسيبهم بس لما توافقوا على طلباتنا دي. اساميهم ولو عاوزة ممكن نفرق دلوقتي عن شوية منهم. المساعدة بتقول للاميرة بنيا اغلب المفقودين كانوا من عائلات مجلس الشيوخ والنبلاء. الاميرة بنيا بتقول لهم انا لازم اقرا اسامي الاسرى الاول وخلاص الاجتماع هيتأجل لوقت تاني، ونتمنى نحقق السلام في المفاوضات الجاية. بياخدوا الاتوبيس ويسيبوا المكان. كوما كان ماشي وراهم للحراسة، فجأة عربية بتقطع عليه وتوقفه، بتخليه يستنى في اشارة المرور وهي بتكمل ورا الاتوبيس. في نفس الوقت اللي اتمي والبقية بيركبوا المترو، كانوا عارفين ان في دول هتبعت ناس وراهم فعملوا حركة الاتوبيس للتمويه. وروري واقفة في المترو بتترعش، بتقول له العالم السفلي هو منطقة هاردي، حاكم العالم السفلي كان عاوز يتجوزني وانا رفضت. المترو تحت الارض لو قدر يمسكني هيتجوزني غصب عني. بيوصلوا المحطة اللي بعدها وكوما بيركب معاهم، بيقول لهم قدرنا نضللهم لبعض الوقت ودلوقتي هنروح طوكيو لحد نهاية الزيارة. روري بتقول له انا لازم اخرج دلوقتي مش هستحمل المكان ده. فايتامي بينزل ويقول لهم احنا هنكمل في الطريق البري. كوما بيقول له ما ينفعش نخالف الخطة، وسبحان الله بيتعلن في المحطة عن توقف شبكات المترو. اكيد الاعداء هم اللي عملوا كده. اخيرا روري خرجت للشارع، فجأة واحد بيجي من ظهرها ويسرق المنجل لكنه بيتقلب على الارض. كوما بيقول ايه الحرام العبيط ده، بيحاول يشيل المنجل فظهره بيتكسر. مستحيل على الانسان العادي انه يشيل منجل روري. ايتامي بيقول لهم خلاص كوما راح المستشفى، انا عندي مكان نقعد فيه النهارده. بيروحوا البيت فيه واحدة شبه الزومبي، بيقول لها ما شفتكيش من مدة وكمان جبتلك اكل معايا. البقية بيدخلوا فبيعرفهم على بعض. اللي قدامكم دي اسمها ريسا وهي مراتي السابقة. بيحكي لها كل اللي حصل وعشان كده انا عاوز اقعد معاك النهارده. بتقول له طب وانا مالي؟ بيقول لها هي ليلة واحدة وفي الحقيقة انا شاكك في كوما نفسه، ممكن هو اللي بيسرب المعلومات عشان كده كنت عاوز ابعد عنه. وفعلا بيقضوا الليلة في بيتها. كينجن بيسألها هو انتوا فعلا مطلقين؟ بتقول له اه. قال لها طب ازاي بقيتوا صحاب بعد الطلاق؟ بتقول له في الاصل علاقتنا كانت غريبة، في الحقيقة مفيش فرق بين دلوقتي وبين قبل الطلاق. والاميرة بنيا ماسكة مجلة مانجا رومانسية وعمالة تتفرج عليها وهي مبهورة. ايه الابداع اللي احنا شايفينه ده، لازم نترجمها ونوزعها في المملكة. وفي الصباح بيبدأ يومهم. النهاردة يوم راحة، هنخرج في اي حتة نقررها. ريسا عاوزة تروح السوق وليلي وتشوكا بيوافقوها. الاميرة بنيا ومساعدتها عاوزين يروحوا المكتبة العامة وكينجن هيروح معاهم. ايتامي هيروح لمدينة اكيهابارا جنة الانمي في اليابان واللي فيها اغلب محلات بيع المانجا. روري بتفكر اروح مع مين وفي الاخر بتقرر تروح مع ريسا. كل واحدة فيهم بتشتري حاجة مناسبة ليها. الاميرة بنيا بتوصل المكتبة. كينجن بيقول لها عاوزة انه قسم؟ بتقول له انا عاوزة القسم اللي فيه الابداع ده، ما كنت تروحي محلات المانجا منك لله. وايتامي اشترى المانجا اللي هو محتاجها. وفي السكة بيقابل راجل كبير في السن، بيقول له ما شفتكش من 20 سنة. ايتامي بيقول له عادي كده تمشي من غير حراسة؟ قال له ما انت موجود جنبي واكيد مش هجيب حراسة وانا جاي اخد منك مجلات المانجا. الشخص ده اسمه تارو وهو وزير الدفاع. ايتامي بيديله المجلات، فتارو بيقول له خلي بالك في ناس كتيرة عاوزين ياخدوا حتة من الفطيرة وبدأوا فعلا في خطتهم. اعتقد ان الضيوف بخير معاك. ايتامي بيقول له كلهم بيتفسحوا دلوقتي. فتارو بيقول له كويس، لازم نعمل الواجب مع الدخلاء، عشان كده عاوزك تروح مع الضيوف لمنتجع الينابيع الساخنة. ايتامي بيروح يجتمع مع البقية، كل واحد اشترى اللي هو عاوزه وبياخدهم ويروح لمنتجع الينابيع الساخنة. في نفس الوقت الوزير بيوصل لمركز العمليات. المنتجع محاط بالكاميرات بالكامل وفرق الدعم والتدخل مغطية المكان، مفيش دبانة تقدر تدخل من غير ما يعرفوا. وايتامي والبقية قاعدين يتسلوا جوه. بيسألوا ريسا اتعرفتي على ايتامي ازاي؟ بتقول لهم احنا كنا نعرف بعض من المدرسة الاعدادية، انا مرتبة
مرتبي كان ضعيف وهو مرتبه حلو، فقلت له ما تتجوزني وهو وافق، بس مع حادثة البوابة إيتامي كان لازم يدخل، فقرروا ينفصلوا قبل ما يروح العالم الآخر. الحوار ده بيحصل وهم مش عارفين ايه اللي بيحصل بره. عربة من العملاء بتوصل وبتبدأ العملية. قوات اليابان بتشتبك معاهم، بس الأعداء عددهم كبير ومفيش أي تعاون بينهم، شكلهم مش فريق واحد، غالبا 3 مجموعات شغالين ل3 دول في نفس الوقت. في مكتب رئيس الوزراء بيجيله مجموعة أوراق واتصال من رئيس أمريكا بيقول له الورق ده جالي بالصدفة، وعشان انت حبيبي ما رضيتش انشره في الإعلام. ورق فيه معلومات عن جرائم عملها رئيس الوزراء والوزراء بتوعه، اختلاس وسرقة ورشاوي وكمان بعض المخالفات. بس استنى، انا عاوز خدمة، الضيوف بتوعكم عاوزهم يزورونا في امريكا. رئيس الوزراء قال له خلاص هنبلغهم الدعوة. رئيس امريكا قال له لا، انا رجالتي قريبين وانا مش عاوز اتعبك، المشكلة ان الحراسة عليهم زايدة، فطلبي منك الغي الحراسة اللي بتحميهم وانا هعرف اخدهم واوديهم امريكا. رئيس الوزراء قال له خلاص، بس كل اللي هعمله اني هبعد الحراسة. رئيس امريكا قال له انت راجل زي الفل، سلام عليكم، وفورا بيبلغ وزير الدفاع بالغاء الحراسة على الضيوف. هم دلوقتي ضاغطين علينا بالاوراق، عشان كده من بكرة هتقدم باستقالتي قدام الناس، هخلي الورق اللي في ايديهم بلا قيمة. وفي المنتجع الكل نايم ما عدا إيتامي وروري. روري لسه صاحية لانها حاسة بارواح البشر اللي بيموتوا، ارواح الجنود اللي بيتقتلوا بره المنتجع، واللي في الوقت ده جالهم امر بالانسحاب، عملية الحماية اتلغت، وفورا قوات الاعداء بتتجه للمنتجع. بيجوا قدام بوابة المنتجع ويقابلوا بعض. ايه اللي بيحصل؟ كله بيرفع السلاح على كله، وروري بتاخد المنجل وتنزل في وسطهم. شكرا ليكم على حضوركم ومضطر اقول لكم وداعا. بتمسك المنجل وتبدأ الذبح فيهم، وهم بيفتحوا النار ويقتلوا في بعض، رصاص رايح ورصاص جاي، وروري بتصد الطلقات بالمنجل وهي بتقتل فيهم. محدش عارف مين بيضرب ومين بيموت. واحد منهم بيبلغ رئيس امريكا في عملاء من بلدان مختلفة، وإيتامي نايم على الارض عشان يتفادى الرصاص، ما يقدرش يعمل اي حاجة، وروري بره بتعمل كل حاجة. العملاء بيحاولوا يهربوا، اكيد العملاء اللي ضدنا من الصين وروسيا، لازم نهرب باسرع وقت. لكن روري كانت اسرع، بتظهر وتقطع راس الاول وبضربة تانية بتقطع دراع التاني. فاقل من 5 دقايق تم ابادة جميع اعضاء الفرق. إيتامي بيصحي الكل ويقول لهم لازم نسيب المنتجع فورا. بيروح يطمن على روري ويلاقيها مصابة من الرصاص بيخرج من الجرح ويتعالج فورا. بالجسم ده مهما خدت من اصابات هيفضل يجدد نفسه. انصاف الحكام استحالة يموتوا، حتى لو حاولنا مش هنقدر نموت. إيتامي بيتمشى في الشارع ويلاقي عربة المسلحين قدامهم، قاعد فيها واحد مستنيهم، فبيطلعوه وليلي بتستخدم تعويذة بتنيمه، وبياخدوا العربية ويمشوا عشان يروحوا البوابة. الأميرة بنيا بتسأله هو احنا ليه بنهرب ومين اللي بيطاردنا اساسا؟ بيقول لها والله يا بنتي ما اعرف حاجة. بنيا بتقول له اعتقد ان عالمكم زي عالمي، في دول عاوزة تعمل سلام مع الامبراطورية وفي دول ضد السلام. بيقول لها غالبا كلامك صح، الاهم دلوقتي نوصل عند بوابة، بس غالبا العملاء هيكونوا مستنيينا. ريسا بتقول له انا عندي حل، انا عارفة مجموعة ناس محبة للمانجا، هقول لهم ييجوا بكرة قدام البوابة يخلوا المكان زحمة فالعملاء ما يقدروش يتدخلوا، واحنا نستغل الوضع ونهرب من البوابة. إيتامي بيقول لها فكرة زي الفل، يلا ابدأي ونفذيها. ومع بداية الصباح الموضوع خرج عن السيطرة شوية. الناس اللي وصلت ليها الدعوة كانوا كتير حبتين وسدوا المكان بالكامل. العملاء واقفين مصدومين، الناس دول كلهم جم ازاي؟ الحل الوحيد لما إيتامي يوصل نستخدم قنابل دخان ونسرق بيها الضيوف ونهرب بسرعة باستخدام المروحيات. في نفس الوقت إيتامي كان مزنوق في العربية، حركة المرور واقفة بالكامل، غالبا مش هنعرف نتحرك. روري بتقول لهم انا عندي حل، بتنزل من العربية وتروح قدام الناس، فكلهم بيتجمعوا حواليها. الناس هم اللي هيحمونا من العملاء، فبينزلوا مع روري ويتقدموا للبوابة. وسائل الاعلام بتصور كل اللي بيحصل. كوري باشي بتشوف كاميرا جنبها والمذيعة هي اختها الصغيرة. ايه ده اختي وبقيتي مذيعة كمان؟ طب خدي المعلومة الصحفية دي، في ناس بيطاردونا
بيقرضونا غالبا من دول اجنبيه. العملاء واقفين بيقولوا الله يخرب بيتك، انت بتقولي ايه؟ الكلام ده المفروض ما يطلعش في الاعلام. كوما بيظهر بالعكاز بتاعه بعد ما ظهره ما اتكسر، بيسلم على عملاء امريكا، بيقول لهم انا جاي اشوف الوضع. الراجل بيقول له اعتقد ان جالك امر بعدم التدخل. كوما قال له مظبوط، انا جالي امر ما قربش من عملاء امريكا، بس عندي مشكله صغيره، في قدامي عملاء لاكتر من دوله، اعرف ازاي ان انتوا من امريكا؟ مش ممكن تكون صيني وانا ما اعرفش، وبيمسكهم من قفاهم. في نفس الوقت رئيس الوزراء بيعلن استقالته، فخطه رئيس امريكا بتفشل بالكامل، واتامي والبقيه بيحيي الجمهور اللي جه عشانهم، وبعدها بيدخلوا البوابه ويوصلوا العالم الاخر. زياره جميله للكل ما عدا اتامي لانه تعب. كل واحد اشترى الحاجه اللي هو عاوزها، ومنهم ليلي اللي اشترت لابتوب، والاميره بنيا رجعت من الزياره وهي في دماغها حاجه واحده، لازم نوقف الحرب، احنا لازم نعمل معاهده سلام باي تمن. الهضبه شهرتها بتنتشر في كل انحاء العالم، كتير من الناس سابوا بيوتهم وراحوا هناك، وقوات الدفاع الذاتي بنت بيوت ليهم، واتكونت مدينه صغيره بتشرف عليها قوات الدفاع الذاتي. الاميره رجعت للامبراطوريه وهي معاها وزير الخارجيه واسمه سيجاورا، بتنظم حفله في القصر بتاعها وبيحضرها اغلب النبلاء واعضاء مجلس الشيوخ. سيجاورا بيعمل نفسه واحد من اهل البلد، لابس نفس لبسهم وبياكل نفس اكلهم، وهم قاعدين بتشاور على كل واحد وتقول اسمه ووظيفته في الدوله. بعد خساره الامبراطوريه قدام جيش اليابان، مجلس الشيوخ اتقسم نصين، نص عاوز يعمل سلام مع اليابان والنص التاني عاوز يكمل الحرب. اكيد مش محتاجين نقنع الناس اللي مع السلام، فمهمتنا دلوقتي نغير رأي الناس اللي عاوزة تكمل الحرب. بيصطادوا الاول وهو اللورد كيرو، واحد من اكبر داعمي الحرب. الاميرة بتعرفه على سيجاورا وتقول له ده مندوب من اليابان. كيرو بيقول لها تشرفنا، بس انا مش عارف هي فين اليابان، دي اول مرة اسمع عنها. سيجاورا بيقول له انا جايب لك هدايا، منها سيف ساموراي وشوية بضايع اول مرة يشوفها في حياته. كيرو بيقول غريبة، ازاي عندكم الحاجات دي وعمري ما سمعت عن اسم البلد؟ بيقول له ما البلد بتاعتي موجودة خلف البوابة، واحنا دلوقتي في حرب مع الامبراطورية. كيرو بيقول للاميرة انت بتعملي ايه؟ لو تعرف اللي بيحصل بينا ممكن يتحكم علينا بالاعدام، ازاي اساسا تجيبي واحد من الاعداء للقصر؟ سيجاورا بيقول له هدي نفسك واقرا ده. بيمسك الورقة ويقراها ويلاقي فيها اسم ابن اخوه، كان في الجيش اللي راح خلف البوابة ومن ساعتها ما رجعش. سيجاورا بيقول له ده واحد من الأسرى اللي عندنا. الأميرة بنيا عرفت إنه أسير فقررت تاخد دور الوسيط، في مقابل السلام هنسمح برجوع الأسرى، كل اللي عاوزينه منك إنك توافق وتساعدنا عشان نحقق السلام. كيرو بيقول لهم مفهوم، ما دام ابن أخويا هيرجع عايش فأنا هساعدكم في اللي انتوا عاوزينه. وفي الهضبة الناس بدأت تتعود على الوضع، كل واحد بقى ليه بيت والمحلات فتحت، بضايع من اليابان وصلت والناس بتشتري، وعشان يزودوا التجارة كانوا بيوزعوا البضايع مجانا، فناس من بره الهضبة بييجوا عشان يشتروا منهم. المشكلة الوحيدة ان في خمارات اتفتحت في الهضبة وجنود الدفاع الذاتي بيضيعوا وقتهم جواها، آثار سلبية للتقدم. اللي بيدير اغلب المحلات هم الخدم اللي اتامي شافهم في ايتاليكا. الاميرة بنيا قدمتهم هدية عشان يساعدوا قوات الدفاع الذاتي في التواصل مع الناس. الاوضاع ماشيه زي الفل، المشكله الوحيده هي تشوكا، من ساعه رجوعها من اليابان وهي ماشيه في الشارع بتدور على والدها، حتى الان مش قادره تقتنع ان ابوها مات من تنين النار. الجنديه بتقول لاتامي احنا لازم نقول لها الحقيقه. اتامي بيقول لها طب لو اتصدمت هنعمل ايه وقتها؟ بتقول له هنرعاها لحد ما تبقى كويسه. قال لها طب لو بكره جالنا امر بالرجوع لليابان ايه الوضع ساعتها؟ لو مش هتتحملي المسؤوليه الى النهايه فخليكي ساكته وما تعمليش حاجه. روري قاعده مع اتامي بيشربوا برتقان تقريبا، بتقرب منه شويه، فجاه بتخش عليهم واحده بتقول لاتامي انت بتعمل ايه؟ ازاي مقرب من بنت صغيره بالشكل ده؟ وازاي الناس قاعده وساكته على اللي بيحصل؟ اكيد انت عاوز منها حاجه. روري بتكمل التمثيليه وتقول لها فعلا الراجل ده متحرش. البنت بتخرج السيف وتقول لروري ما تخافيش انا هدافع عنك. بتبص قدامها وتلاقيه اختفى. اتامي خد بعضه وطلع يجري. باين من شكل البنت انها من الالف اللي ماسكه الحانه اسمها ديليا،
واحدة من عشيرة الأرانب المقاتلة، وهي واحدة من الخدم الأربعة. بتقول للإلف مادام هتقعدي يبقى لازم تشربي. بتقدم لها مشروب، والإلف بتقول أنا عاوزة أقابل الأشخاص الخضر. يا هبلة أنت لسه مهاجمة واحد منهم من شوية. واحد جنبها بيقول لها طب أنت عاوزة إيه؟ إحنا ممكن نعمل اللي أنت عاوزاه. بتقول لهم أنا عندي مهمة، والمقابل هي قطعة الماس دي، أكبر قطعة ماس موجودة في العالم. الكل بيقول لها إحنا ممكن نعمل المهمة. بتقول لهم للأسف مش هتقدروا، أنا جاية للناس الخضر عشان عاوزاهم يهزموا تنين النار. تنين النار المجروح، سمعت إن الناس الخضر هم اللي جرحوه وقطعوا دراعه، وعاوزاهم يجوا معايا عشان يقتلوه. طبعا مفيش حد بيوافق. داليا بتقول لها غالبا الناس الخضر مش هيجوا الحانة النهاردة، جربي حظك بكرة. فالإلف بتاخد بعضها وتروح لواحدة من الغابات عشان تنام. وهي نايمة بتحلم أو بتفتكر الماضي من عدة شهور. وفي غابة الإلف تنين النار وصل وهاجم أهل القرية وقتلهم، دمر أغلب بيوتهم فاضطروا يهربوا لأماكن بعيدة. حكماء القرية كان لازم يتصرفوا، فاختاروا واحدة من مقاتلي القرية وهي ياو. قالوا حلنا الوحيد هم الناس اللي وقفوا قدام تنين النار آخر مرة. مهمة ياو إنها تروح وتخليهم ييجوا يحاربوا معانا، ومعاكي الكنز المقدس للقرية. في نفس الوقت إيتامي كان بينظم البضايع مع موظف من وزارة الخارجية، شوية أسلحة على شوية هدايا هنوريهم لأعضاء مجلس الشيوخ عشان ينضموا لينا. وإيتامي بياخد الطيارة وينطلق. الإلف بتصحى على صوت الطيارة اللي كان راكبها إيتامي، بتنطلق للهضبة وتقابل شوية جنود. المشكلة إنهم مش فاهمين لغتها، يا دوبك فاهمين شوية كلمات. أغلب الجنود أساسا مش فاهم. فرقة إيتامي تعتبر حالة خاصة وسط الجيش. بتقابل واحد بيسألها أنت عاوزة الناس الخضر؟ بتقول له قال لها خلاص تعالي معايا. كان عاوز يسرقها فضربته بالجزمة وخدت منه فلوسه. بالطريقة دي مش هقدر اخلص المهمة. بتتمشى وتلاقي محل هدايا واقفة فيه واحدة من الخدم، وكانت بتتكلم مع الجنود. ايه ده انت بتقدري تفهمي لغتهم؟ بتقول لها كل واحد مننا بياخد معجم لتعلم اللغة اليابانية. بتقول لها انا عاوز اشتريه. بتقول لها للاسف مش للبيع. ياو بتقول لها ارجوكي قريتي هتتدمر لو ما اتكلمتش مع الناس الخضر. وسبحان الله هم نفسهم بيوصلوا، بيشوفوا ياو ويقولوا شعر فضي وودان طويلة، احنا عاوزينك في حاجة ممكن تيجي معانا. بتفرح اخيرا هقدر اتكلم معاهم. وعندي ليلي جندي بيروح لها ويقول لها محتاجينك عشان تترجمي. ياو متهمة بالسرقة، في واحد بلغ عنها، بس هي بتقول ان الشخص ده كان بيحاول يسرقها. ليلي بتدخل تتكلم معاها وبتعرف القصة. الجنود بيمسكوا الشخص اللي بلغ وبيتأكدوا انه كان بيكذب. احنا اسفين على القبض عليكي، ممكن تمشي دلوقتي. بتقول لهم لا انا مش عاوزة امشي. بتقول لليلي شكلك بتفهمي لغتهم، ارجوكي قولي لهم اني محتاجة مساعدة، عاوزة حد يساعدني في مواجهة تنين النار. ليلي بتقول لهم خلاص انا هقول لهم اللي انت عاوزاه. وفعلا بتكلمهم وبيروحوا للقائد هزمة. القائد بيقول لهم للاسف مش هنقدر نساعد. ياو بتقول له ليه؟ بيقول لها الغابة اللي انت عايشة فيها مكانها ورا الامبراطورية، عشان اوصل لها لازم اعدي من الامبراطورية. ما اقدرش اعمل كده بدون موافقتهم، وخصوصا اننا بنحاول نعمل معاهدة سلام. انت عارفة ده معناه ايه؟ الامبراطورية هتفهم ان ده اعلان للحرب. بتقول له ممكن تبعت واحدة صغيرة تحارب التنين، انا سمعت ان 10 قدروا يقفوا قدامه. بيقول لها انا كده برمي جنودي للتهلكة، استحالة اوافق على حاجة زي كده، انا اسف جدا لكن طلبك مرفوض. وبتخرج من مكتب القائد هزمة. وعند إيتامي اللي بيروح يقابل الأميرة بنيا، بيسلمها البضايع اللي جابها لأنها وسيطة السلام بينهم. وبتسأله جبت اللي أنا عاوزاه منك؟ داليا أكيد سلمتك حاجة. بيقول لها وبيديها مجلة المانجا. مش عارف دي مجلة شواذ ولا إيه، تقريبا شواذ فعلا. في كل زيارة بتاخد واحدة منهم وتترجمها للغة الإمبراطورية. مش كده وبس، إيتامي بعت واحد من الجنود كان شغال في السابق طباخ، وزرعه في مطبخ القصر الخاص بالأميرة بنيا عشان يبلغهم بكل حاجة بتحصل. ياو ماشية في الشارع مش شايفة قدامها، هعمل ايه دلوقتي واطلب المساعدة من مين؟ التنين هيقتل كل شعبي. بتسمع من ليلي ان الوحيد اللي كان ممكن يوافق هو إيتامي، بس ما دام القائد هزمة رفض فهو نفسه مش هيقدر يروح. وهي ماشية بتسمع من
عن الجنود ان ايتامي قريب من 3 اشخاص وهم ليلي وروري وتشوكا، فبتبدأ تفكر في خطة. في نفس الوقت الاميرة بنيا بتفتح المجلة وتقرا اللي فيها. ما طلعتش مانجا، طلعت معلومات متسربة. الخادمة ديليا اتزرعت جوه الهضبة كجاسوس عشان تسرب اي معلومة او اي فعل بيعمله قوات الدفاع الذاتي. دول حاطين جواسيس هنا ودول حاطين جواسيس هناك، وكل المعلومات اللي بتوصل بتأكد ليها ان خطة السلام هو الخيار الامثل. ايتامي بياخد لبس قوي جدا، ده هو لبس الامراء في الامبراطورية، وبيدخل قصر الاميرة بنيا. لكل واحد من ابناء الملك قصر، والاميرة واقفة مع سيجاورا بيعدوا النبلاء اللي قدروا يقنعوهم بخطة السلام، ومنهم بنت صغيرة اسمها شيري واحدة من ابناء النبلاء. سيجاورا جاب عقد هدية لبنت خالتها، فهي عايزة واحد زيه، غيرة حريم مع بعض. سيجاورا بيقول لها ما تخافيش، المرة الجاية اللي هقابلك هجيبلك عقد مخصوص ليكي، اهم حاجة تسمعي كلام اهلك. بتبصله نظرة حب وتمشي بسرعة من قدامه. ما ننساش فوراتا الطباخ اللي زرعه ايتامي في المطبخ عشان يسرب معلومات عن كل حاجة بتحصل في القصر. في نفس الوقت بعيد عن القصر شوية، ايتامي مع باقي الجنود بيجربوا الاسلحة قدام كل النبلاء اللي وافقوا على السلام. الموضوع استعراض قوة، بيوريهم قوة البنادق وازاي ممكن تدمر الدروع، وبعدها بيوريهم قوة القنابل وازاي ممكن تصيب اهداف بعيدة. اللي شافوه اكد ليهم ان السلام هو الصح، ما ينفعش نحارب قوة زي اليابان. وعند قصر الامير زورزر الابن الاوسط للملك، بيجيله مساعده ويقول له في اشاعات عن اعضاء مجلس الشيوخ، سفراء الدول بيحاولوا يشتروهم، وبيقال ان في اسرى موجودين خلف البوابة، واعضاء مجلس الشيوخ هيبيعوا اصواتهم للدول الاجنبية. زورزر بيقول له هم فين دلوقتي؟ بيقول له في قصر الاميرة بنيا، وعلى الفور بياخد فرقته وينطلق للقصر. ايتامي بيعرف الخبر من الكشافة، فبيركب اعضاء مجلس الشيوخ العربة عشان يرجعهم للحفلة في اسرع وقت. زورزر بيدخل ويقابل اخته الاميرة بنيا، بيقول لها ما كنتش اعرف انك عاملة حفلة، فين اعضاء مجلس الشيوخ اللي عندك؟ بتقول له اعضاء مجلس شيوخ؟ هو ايه اللي جابهم عندي؟ بيقول لها خلاص انا هدور عليهم. بيمشي في الحفلة ويلاقي البوفيه قدامه، بياخد حتة لحمة وياكلها، بينبهر من طعمها، فبياخد كل البوفيه ويرجع القصر بتاعه. هو ده الاكل اللي عمله فوراتا. في نفس الوقت في قصر الملك، نفس المستشار بيروح ويقول على المعلومات اللي عرفها. الملك بيقول له يعملوا اللي هم عاوزينه، عاوزين سلام يعملوا سلام، بس انا مش هدفع ولا قطعة ذهبية ولا هياخدوا متر واحد من اراضي الامبراطورية. وفي واحد من اشهر احياء الامبراطورية واسمه الحي الاحمر، بيعيش فيه وبيسكنوا انصاف البشر. الامبراطورية هي موطن للبشر، فبيعاملوا انصاف البشر زي الكلاب. الحي الاحمر هو اقذر حي في الامبراطورية، وكل اللي فيه بيكرهوا الامبراطور واعضاء مجلس الشيوخ. ودي كانت فرصة قوات الدفاع الذاتي، دخلوا الحي وقضوا على العصابات اللي بتسيطر عليه، وبقى هم اسياد الحي. لو كمان فتحوا مكتب جوه الحي بيساعدوا فيه جميع انصاف البشر، بيدولهم اكل وشرب وكمان علاج، فالناس بدأت تحبهم. وفي واحدة من الليالي انصاف البشر بيتجمعوا، بيقولوا لقوات الجيش في حاجة غلط، كلنا جسمنا بيتهز وخايفين من حاجة هتحصل. واحد من قوات الجيش بيبص عليهم، ردة فعل الحيوانات دليل على وقوع زلازل، وفورا بيبلغ كل قوات الجيش ان في زلزال على وشك الحدوث. وفي الهضبة كل الناس بيخرجوا من بيوتهم وينزلوا الشارع. وفي قصر الاميرة بنيا ايتامي بيقول لهم في زلزال هيحصل. بنيا بتقول له يعني ايه زلزال؟ قال لها هزة ارضية. بتقول له احنا عمرنا ما شفنا ان الارض بتتحرك. وقبل ما تخلص جملتها الزلزال بيبدأ، المباني بتتهز والارض بتتحرك من حواليهم. مركز الزلزال بعيد شوية عن الامبراطورية. الاميرة بتنزل على الارض وهي مرعوبة، النهاردة نهاية العالم. وايتامي بيتمشى اكنه في الجنينة. بتقول له انت ازاي هادي كده وفي زلزال؟ بيقول لها عادي، احنا متعودين على الزلازل في اليابان، وده زلزال صغير ما يضرش. وفعلا في خلال ثواني الموضوع بيخلص. بيقول للاميرة خلي بالك الزلزال هيتكرر. بعد الزلزال الكبير بتحصل هزات ارضية متتابعة. بتقول له خلاص انا رايحة ابلغ والدي. وبتقول لايتامي تعالى معايا. ايتامي بيضعف قدام النساء فبيوافق. بيروحوا القصر ويلاقوا الجنود لسه واقعين على الارض من الخوف، دخلوا من غير ما حد يوقفهم.
عليهم. بتدخل لغرفة الامبراطور اللي كان نايم تقريبا، صحى من الزلزال ومفيش حد جه يطمن عليه. الاميرة بنية هي اول واحدة توصل، بتاخده للغرفة الرئيسية وبيقابل إيتامي والبقية. بتقول له ده هو سفير اليابان واسمه سيجاورا. الملك بيقول له اهلا، بس للاسف في زلزال مش هقدر اقدم لك حاجة. سيجاورا بيقول له وجودك كفاية. بيقطع الحوار وصول زورزر جاي يطمن على والده. بيقول له نوريكو قالت لي ان في زلزال هيحصل تاني، يلا بينا نهرب بسرعة من القصر. بنيا بتقول له مين هي نوريكو؟ بتظهر نوريكو عبدة بتتجرى على الارض، واحدة من الناجيات اللي اتخطفوا من ورا البوابة. إيتامي فورا بيجري عليه ويديله ضربة بيلزقه في الارض. بيقولوا للبنت ما تخافيش، احنا قوات الدفاع الذاتي وهنرجعك اليابان. سيجاورا بيقول لهم ايه معنى اللي حصل ده؟ بنيا بتقول له ده سوء تفاهم، انا بتأسف على اللي حصل. زورزر بيقول مفيش اسف، لازم يتعاقبوا على اللي عملوه. إيتامي بيقول لجنوده مسموح ليكم باستخدام السلاح. فكوريباشي بتخرج الخنجر وتنطلق عليهم. بتحارب الجنود، اللي بيموت بالخنجر يموت، ولو واحد طول شوية بتفتح عليه النار. الجنود بيسقطوا الواحد ورا التاني، تحس انك بتلعب كول اوف ديوتي، وفي اقل من دقيقة بيتم القضاء على كل الحراس. إيتامي بيخرج المسدس ويقول لزورزر انت قلت انها واحدة من الناجين، هل عندك ناجي تاني؟ زورزر بيقول له وانا ليه اجاوب عليك؟ فكوريباشي بتنط عليه وتعامله زي كيس البوكسينج، بتفضل تضرب فيه لحد وشه ما يورم. إيتامي بيقول له اتكلم احسن لك بدل المسدس ما يتكلم بدالي. بتدخل بنته وتقف قدامه، بتقول له مش هسمح لك تقتله. اسمها تيولي وهي واحدة من عبيد زورزر. نوريكو بتقول له في واحد اسمه هيراكي، كنا ماشيين مع بعض في اليابان قبل ما اتخطف. زورزر بيقول له بعته لسوق العبيد ومعرفش ايه اللي حصل له بعدها. سيجاورا بيقول لهم هنأجل الاجتماعات شوية لحد الأسرى بتوعنا ما يرجعوا. والجنود بياخدوا نوريكو ويسيبوا القصر. وفي اليوم اللي بعده طيارات قوات الدفاع الذاتي بتخرج وبتنسف مقر مجلس الشيوخ وتساويه بالأرض. مفيش ضحايا، الموضوع كان مجرد رسالة. وفي مجلس الشيوخ النواب قاعدين وسط الخراب، بيقولوا ايه اللي حصل؟ ليه اليابان هجمتنا واحنا بنحاول نعمل معاهدة معاهم؟ واحد بيقول انا عارف ليه. قبل الحرب جيشنا خطف بعض مواطني اليابان وحولهم عبيد، ولما عرفوا الموضوع ضربوا الامير زورزر. الاميرة بنيا بتقول لهم اليابان دولة بتهتم بالمواطنين وكان لازم يردوا على اللي حصل، لازم الموضوع ده ما يأثرش على مفاوضات السلام. الامير بيرجع اوضته وتيولي بتعالج جروحه. بيدخل عليه اخوه الكبير واسمه ديابو، بيقول له اغلب اعضاء مجلس الشيوخ عاوزين السلام. ديابو هو ولي العهد والمفروض هو يكون الملك القادم، بس زورزر مش عاوز ده يحصل، عاوز ياخد الحكم من ابوه باي تمن. بيسأل تيولي فين الاسرى اللي جم من ورا البوابة. بتقول له الاسير اللي انت بعته في سوق العبيد، واحد اشتراه وشغله في المناجم، وللاسف حصل انهيار في المنجم ومات. وفي الهضبة نوريكو بيتعمل ليها كل التحاليل عشان يتأكدوا انها كويسة. بتقول لهم انا عاوز اطمن على اهلي. كوريباشي لسه هتطلع الموبايل. إيتامي بيقول لهم مش هينفع، مفيش عندنا خط تواصل بين الجيش والمجتمع المدني، ممكن تكلميهم لما تعدي من البوابة. إيتامي بيقول لها كده لانه عارف ان عيلتها اختفت، كلهم اختفوا في الهجوم اللي حصل من جيش الامبراطورية، فغالبا كلهم ماتوا. كيرا بيجتمع مع إيتامي ويقول له في الوقت اللي كنت في المهمة جالنا زائر بيتكلم عن تنين النار اللي انت واجهته، وبيحكي له كل حاجة حصلت. إيتامي بيقول له ما دام القائد رفض يبقى خلاص. كيرا بيقول له التنين موجود في مملكة القلب، والارض دي شاكين ان فيها بترول بكميات كبيرة، وكمان فيها خام الالماس ده، حتى ياو جابت لنا قطعة ماس ضخمة، فاكيد في غيرها كتير. فايه رأيك تروح تبحث في الموارد دي؟ هتبقى حجة لو عاوز تحارب التنين. إيتامي بيقول له مين قالك اني عاوز اروح؟ انا مش عاوز اروح اساسا، هو انا مستغني عن حياتي؟ كيرا قال له قبل ما تكمل عاوزك تروح وتقابل شوكا. بيروح ويلاقيها بتعيط، بتبص له وتشوفه على شكل والدها. بتقول لهم انتوا كذابين، قلتولي ان والدي مات، ما هو لسه عايش قدامي. بتقول لإيتامي انا كنت متأكد انك عايش، تنين النار ما قتلكش. ليلي بتستخدم تعويذة تخليها تنام. روري بتقول له ان ياو قالت لها الحقيقة، قالت لها ان ابوكي مات، تنين النار قتله، حرق القرية وقتله، كل اهلك ماتوا، انت يتيم
يتيمة يتيمة، جابت لها صدمة عصبية منها لله. إيتامي بيروح ويقول لها ليه عملت كده؟ بتقول له انا عملت ايه؟ قلت لها الحقيقة اللي كان لازم تعرفها، وكمان انا سمعت ان في 3 غاليين عليك، ممكن تخالف الاوامر عشان تساعدهم. انا طلبت المساعدة من صحابك لكنهم رفضوا، اعمل ايه يعني؟ كلهم قالوا ان إيتامي هو اللي ممكن يساعدني، لو الطريقة الوحيدة عشان تساعدني اني ادمر الالف فهدمرها، ودلوقتي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تساعد بيها الالف انك تقتل تنين النار. وفي قصر الامبراطورية خبر جديد بينتشر ان الملك اختار زورزر كولي العهد الجديد. ديابو اصبح التاني في وراثة العرش، وكل ده بتخطيط من تيولي. بيوصل عندها خنزير بالمعنى الحرفي، بيقول لها جاسوسنا في الهضبة جاب لنا تقرير. بتقول له كويس، الاهم دلوقتي ان السلام يقف، لازم الحرب تفضل شغالة عشان انتقامي يكمل. فبلغ الجاسوس بتاعنا انه يستهدف نوريكو ويقتلها، لو قتلناها اليابان هتنتقم وتكمل في الحرب. إيتامي بيروح يطمن على تشوكا وبرضه نفس الموضوع، لسه شايفاه بشكل والدها، ما دام ده هو اللي هيساعدها فيلا. بيلبس زي والدها ويقلد كل تصرفاته، هو الاب وهي الابنه. كل الناس كانوا مستغربين هو ايه اللي بيحصل، بس المشكله ان إيتامي عضو في قوات الدفاع الذاتي. بتجيله مهمه لواحده من البلدان، لازم يسيب الهضبه ويروح المهمه، وده معناه انه هيسيب تشوكا، بس هل هي هتستحمل غيابه؟ بيروح يسأل دكتور هو الانتقام ممكن يعالجها؟ الدكتور بيقول له الانتقام غريزة بشرية، ممكن فعلا يساعدها لو انتقمت من الشخص اللي قتل والدها. وهو قاعد بالليل بيجيله راجل كبير وهو دوران، فاكرينه قائد الجيش اللي فقد ايده ورجله، جه الهضبة عشان يتعالج من قوات الدفاع الذاتي، وكمان ادوله رجل وايد صناعية. بما انه راجل كبير، إيتامي بيحكي له اللي هو فيه، بيقول له مش عارف هعمل ايه، لو قدرت اروح هاخد معايا فرقة صغيرة وكده ممكن افقدهم، ولو ما روحتش هفقد شوكا. دوران بيقول له خلاص فكر بقلبك، في الحياة اللي احنا فيها في اوقات لازم تتصرف حتى لو في خطر عليك. وفي الصباح إيتامي بيودع تشوكا ويركب الطيارة عشان يروح المهمة، بس قبل ما تطير بيعمل زي احمد السقا وينط عشان يرجع لتشوكا. انا قررت افضل معاكي. بيرجع لكيرا ويقول له انا خلاص قررت هروح وحارب التنين، عاوزك توفر لي عربية واسلحة واكل يكفيني، اهم حاجة يكفيني انا وتشوكا. روري بتظهر وتقول له عاوز تمشي وتسيبني؟ انا هروح معاك، كده بقينا 3. ليلي بتقول لهم وانا كمان هساعدكم، كده بقينا 4. واخيرا يو بتقول لهم اكيد حاجي معاكم، انا اساسا جيت عشان اطلب مساعدتكم، وكده بقينا 5. وكلهم بينطلقوا لمهمة قتل التنين. وفي المدينة داليا ماشية بتغني، هي دي الجاسوسة اللي بنيا زرعها في الهضبة. بترجع بيتها وتلاقي رسالة سابها الخنزير بأمر من تيولي، فيها أمر لداليا بقتل نوريكو. تيولي هي زعيمة عشيرة الأرانب المقاتلة واللي منها داليا. العشيرة خاضت حرب ضد الإمبراطورية واتمسح بوشهم الأرض، أغلب أعضائهم اتحولوا عبيد، ومنهم الملكة شخصيا بقت عبدة عند الأمير زورزر، وهدفها من كل اللي بتعمله هو تدمير الإمبراطورية اللي شردت وقتلت أغلب قبيلتها. كيرا بيروح يحل المشكلة اللي عملها إيتامي، بيبلغ القادة إنه راح يدور في البترول الموجود في المنطقة هناك. التقرير بيوصل لهزمة، فبيقول أعتقد إن التقرير ده كذب. أنا فاهم إيتامي وعارف هو رايح ليه، وفورا بيؤمر القوات بتجهيز نفسهم لتقديم الدعم في أي لحظة، وبيدي كيرا أمر بمقابلة شخصية مهمة. في نفس الوقت داليا كانت بتعمل طقوس العشيرة قبل ما تبدأ المهمة. كيرا بيروح يقابل دوران، هو صاحب مملكة القلب اللي عايش جنبها التنين، لازم يستأذنوا منه عشان يعملوا المهمة. دوران بيقول له تلاقي ولي العهد هو اللي ماسك المملكة، تلاقيه فرحان اني مختفي، فعاوزك توصل الرسالتين دول عشان اقدر ارجع للحكم. كيرا بيقول له طب وانا هستفاد ايه؟ بيقول له هديك الاذن لعبور الحدود عشان تقتل تنين النار. كيرا بيقول له مش كفاية، انا ممكن اقطع راسك وابعتها لولي العهد وبرضه هيديلي الاذن. دوران بيقول له مظبوط، طب خلاص هديك اعفاء من الضرايب. كيرا بيقول له مش كفاية، انا عاوز استكشف عن المعادن الموجودة في ارضك. دوران بيقول له الذهب والبرونز هم ثروة مملكتي، استحالة اسمح لك تاخدهم. كيرا قال له خلاص هاخد كل حاجة ما عدا الذهب والبرونز. دوران بيقول له هو في غيرهم؟ كيرا بيقول له مالكش دعوة، ما دام انت
مش عارف فالموضوع مش هيضرك. فدوران بيقول له خلاص اتفقنا. تم عقد اتفاقية بين الاتنين. في الوقت ده نوريكو قاعدة بره المستشفى بتشم هوا. فجأة بتلاقي داليا قدامها بتقول لها للأسف أنا جاي أقتلك، عندي أسبابي فأسفة جدا على اللي هعمله. فجأة كيرا بيظهر بيقول لها نزلي السلاح. داليا بتحاول تهاجمه فبيضرب عليها، بتتفادى كل الضربات وتهاجمه بس بيتفادى الضربة. صوت الرصاص بيجذب الناس فداليا بتنطلق عليه وتيجي من ظهره وتغرس الخنجر فيه. كيرا بكل قوته بيضرب رصاصة في التانية في التالتة لحد ما يفرغ الخزنة في جسمها. الاتنين بيسقطوا على الأرض والدم بيغرق المكان. الخبر بينتشر في المدينة. داليا طعنت نائب القائد. الجيش بيحقق من كل شخص كان قريب منها وبيوصلوا في النهاية انها كانت جاسوسة وبيلاقوا الرسالة اللي جات لها. ومن جمع المعلومات اكيد محاولة الاغتيال كانت بتخطيط المجموعة اللي ضد السلام، والمجموعة دي حاليا قائدها هو الامير زرزر. فلازم نكتم على الخبر عشان السلام يستمر. وعلى السيرة الامير بيروح قصر بنيا ويقول مين اللي عمل اللحمة. فراطة بيرفع ايده فالامير بيقول له انت من النهاردة صديقي، يلا بينا انا خليتك طباخ في القصر بتاعي، كل يوم هتعمل لي من اللحمة دي. دلوقتي هيقدر يسرب المعلومات بسهولة. ايتامي والبقية مكملين في طريقهم. المكان صعب، جبال وهضاب، العربية مش هتنفع تمشي. فياو بتقول لهم خليكم هنا انا هروح انادي قابلتي وارجع لكم. بتروح وهم بيفضلوا مستنيين. فجأة بيظهر وراهم افراد القبيلة، مع اي حركة هنضربكم. وسبحان الله تنين هو اللي جالهم. تنين النار مقطوع الايد، بيضربوه بالسهوم لكنه ولا بيعمل خدش واحد. ايتامي بيفتح النار ومفيش فايدة. شوكا واقفة مصدومة مش قادرة تتحرك. روري بتديله ضربة وليلي بتحاول تصيبه بالسحر لكنه بيطير. روري قوية ممكن تنافسه بس المشكلة انه بيطير. لو دكر انزلي على الارض وانا هوريك مقامك. ايتامي بيمسك تشوكا ويقول لها ده هو تنين النار، ده هو اللي قتل والدك. انا مش والدك، والدك مات مع باقي افراد القبيلة. بيديها مدفع بازوكا ويقول لها صوبي، اقتلي التنين بايديكي. شوكا بتصوب وتضرب لكن التنين بيتفادى الضربة ويهرب من المكان. مع اول مواجهة ما قدرناش نعمل حاجة ضد تنين النار. قبيلة ياو بتوصل. دول مقاتلين القبيلة وعددنا 9، كلهم شبه بعض ودول حكماء العشيرة. حكيم بيقول لهم احنا عارفين مكان التنين وعارفين ازاي نروح له. مقاتلين العشيرة هيساعدوكم بحياتهم عشان تقتل التنين. وفي الصباح بيجمع المقاتلين ويقول لهم هي دي الاسلحة اللي بتأثر في التنين. اللي قدامك ده اسمه بازوكا، استخدمناه في تدمير ايد التنين، بس خلي بالك اتأكد ان مفيش حد وراك وانت بتضرب بدل ما تموت انت وهو. اتعلموا ازاي يستخدموه وبيبدأوا الرحلة. التنين عايش فوق قمة الجبل، واخدين تشوكا وهي فاقدة الوعي عشان يحطوها في مواجهة مع التنين. وفي اخر النهار بيوصلوا لعش التنين. العش مكانه جوه البركان. روري بتقول لهم وربنا ما ادخل تحت الارض، هي منطقة هارلي. ايتامي بيقول لها مش ده اللي كان عاوز يتجوزك، خلاص خليكي بره وخدي جهاز التواصل، اول ما تشوف التنين بلغينا. وفعلا كلهم بيدخلوا. لقينا عش التنين بس التنين نفسه مش موجود، اكيد بيدور على اكل. بيلاقوا سيوف وجثث واسلحة، بس الغريب انهم بيلاقوا قشر بيض. هو في تنانين جديدة بس الالف ما شافوش الا تنين واحد. السيوف الموجودة اغلبها سيوف سحرية بتقدر تجرح التنين. بعد ما نقتله ممكن ناخدهم. ايتامي بيقول لهم يلا بسرعة نبدأ خطتنا. بيزرع ديناميت تحت الارض وفي الحيطان. لازم يموت من قوة الانفجار، وحتى لو خرج هيكون ضعيف جدا وبأسلحتنا هنقدر نقتله. بيكلم روري ويقول لها ايه الاوضاع. المشكلة انهم تحت الارض والشبكة ضعيفة جدا مش قادر يسمع صوتها. وروري بره قادرة تشوف التنين. بتبلغ ايتامي التنين بيقرب. بقولك التنين بيقرب بس مفيش حاجة واصلة لايتامي. ايتامي والمجموعة زرعوا الديناميت وغطوهم بالسيوف والتراب. بيوصلهم ببعض ويشد الفتيل بس من فوقهم بيظهر التنين. شافهم ونزل عشان يقتلهم. واحد من الالف بيخرج المدفع بس في 2 وراه. بيضرب وارتداد الطلقة بتقتلهم. الطلقة ما اثرتش والتنين قتله هو كمان، كده 3 ماتوا. بيهاجم الرابع وياكله وبيرزع الخامس في الحيطة. ياو بتديله ضربة في رجله بتأثر فيه بس التنين بيبدأ في حرق المكان. بيمسك السادس وياكله. ودي اللحظة اللي تشوكا بتصحى فيها. نفس
نفس التنين ونفس النار ونفس الناس بيموتوا حواليها. المشهد بيتكرر قدامها. ليلي بتقول لها ما تخافيش، احنا ممكن نعدل النتيجة. التنين بيحرق السابع. في الوقت اللي ليلي بتجمع قوتها السحرية بتوجه سيف منهم وبيقدر يخترق جلد التنين، فبكل قوتها بتحرك كل السيوف الموجودة. آلاف السيوف بيطيروا في الجو وكلهم بينطلقوا على التنين بيلزقوه في الأرض. الإلف الثامن بيقول لياو خليكي مع إتامي، بيروح بلا أي سبب ويهاجمه بالسيف بتاعه، فالتنين بيحوله لفرخة مشوية. ده هو الإلف الثامن اللي يموت. شوكا بتقول أنا هنتقم لموت والدي، وبأقوى سحر عندها بتوجهه للسماء، فغيمة رعدية بتنزل على التنين بتكهربه والشرارة بتخرج منها، فالديناميت بينفجر وينسف جسم التنين. تم القضاء على أقوى تنانين النار، وإتامي والبقية بيهربوا قبل الجبل ما ينهار. نفذوا المهمة اللي جم عشانها، وتشوكا انتقمت لوالدها اللي مات. المشكلة إن كان معانا 9000 بيحاربوا، واللي فضل عايش هي ياو. بيخرجوا ويلاقوا روري مصابة، جسمها مليان بالجروح. بيظهر واحد شايل منجل واسمه جازل، بيقول لهم أنا خادم الحاكم هارلي. إتامي بيقول له بجد؟ ده أنا كنت بحسب روري بتقول أي كلام. جازل بيقول لروري لازم تيجي معايا لهارلي. إتامي بيقول إزاي خدت كل الإصابات دي؟ أنا كنت بحسبها قوية. جازل بيقول له هي فعلا قوية، الإصابات اللي عندها دي منك، هي عملت اتصال بيك عشان تاخد كل الإصابات اللي المفروض أنت تاخدها ضد تنين النار. لو ما كانش ده حصل كانت هتقدر تهزمني بسهولة، وأنا كنت عامل حسابي، عشان كده جبت 2 تنانين معايا. دي التنانين اللي خرجت من بيض تنين النار. إتامي بيقول له أعتقد إنك قوي وأنا راجل غلبان، فسلام عليكم، وبياخد روري ويطلع يجري. التنانين بتطاردهم، وده الوقت اللي بيظهر فيه الفرقة التالتة. إتامي بيطاردوا 2 من التنانين، حددوا الأهداف وبيضربوا. الصواريخ بتنزل على دماغ التنانين وتلزقهم في الأرض، المدافع بتفتح عليهم، والضربات من كل مكان بتنزل عليهم لحد ما تقطع راس التنانين. روري بترجع وتقول كنت بتتحامى في التنانين، تعالى لي دلوقتي. فجازل بيهرب من قدامها. قدرنا نخلص المهمة بنجاح، وتشوكا قدرت تعدي صدمة موت والدها. إتامي بيرجع للقيادة، فبيقولوا له انت معاقب لانك هربت من تنفيذ اخر مهمة. القائد هزمة بيتدخل ويقول المفروض تتعاقب لكني حرقيك. انت خدت ميدالية من وزير الدفاع، وخدت وسام من الملك دوران، وخدت لقب زعيم فخري من عشيرة الإلف، وكمان خدت هدية قطعة الماس الضخمة الموجودة قدامك، واخيرا ادولك ملكية البنت اللي اسمها ياو، ممكن تستخدمها في تنفيذ اوامرك. ومني انا القائد هزمة، مهمتك من دلوقتي هي البحث عن الموارد الطبيعية. روح اي مكان وشوف فيها بترول ولا لا، وانت معاك فرقة البنات بتاعتك ممكن تساعدك. وفي الامبراطورية طيارة بتوصل ومعاها راس تنين النار، بتفرجها لكل الممالك عشان يبينوا قوة الدفاع الذاتي. سيجاورا والأميرة بينيا قدروا يحققوا تقدم كبير في جمع النبلاء لتحقيق السلام، بس في مشكلة صغيرة، وهي الأميرة شيري تقريبا بقت تحب سيجاورا بجد، وخصوصا بعد ما جاب لها قلادة زي بنت خالتها. والبنت مع انها صغيرة لكنها ذكية، بتعرفوا على كل سيدات العائلات النبيلة، بتسهل مهمته وتقول له كل ده عشانك، ما انت هتبقى جوزي المستقبلي. والامير زرزر قاعد ولا قادر يعمل حاجة، مش قادر يوقف اتفاقية السلام، والنبلاء سابوه وراحوا للاميرة بينيا. تيولي بتقول له ما تخافش، انا عندي خطة هتوقف السلام. الخنزير بيظهر، فبتقول له استخدم المادة اللي قلت لك عليها. بتبدأ المراسم الملكية، وبيدخل الملك مع الاميرة بينيا والامير زرزر. سفراء اليابان موجودين عشان يحطوا البنود الاخيرة لمعاهدة السلام بين الامبراطورية واليابان. اخيرا الاميرة بينيا قدرت تحقق السلام اللي كانت بتحلم بيه. بتدخل القاعة راس التنين. الاميرة بينيا بتقول للملك في 5 قدروا يهزموا التنين، وهم إتامي، روري، ليلي، تشوكا وياو. الامبراطور بيقول روري الكاهنة روري بنفسها ساعدتنا، كده الموضوع منطقي، بقوتها ممكن نهزم التنين. بتقول له لا، قائد المجموعة كان إتامي وهو ضابط في قوات الدفاع الذاتي، شوكا هي من الإلف النادر، وياو من جنيات الظلام، واخيرا ليلي هي بشرية ومن سكان القرى. الامبراطور بيقول لها القرية دي تحت حكم الامبراطورية، بتقول له فالامبراطور بيفرح،
يبقى واحد من مواطني الامبراطورية ساعد في قتل التنين، انا عاوز ليلي تجيلي هقدم لها كل الهدايا اللي هي عاوزاها. الامبراطور بيقول كلنا لازم نحتفل بليلي اللي هزم التنين النار. بيشرب من الكاس وفجأة بيسقط على الارض والدم بيخرج منه. العصير كان فيه سم حطته تيولي في الكاس بتاعه. الملك سقط بعد شرب السم ودخل في غيبوبة، ودي كانت الفرصة للامير زرزر. بيقول قدام الكل من النهاردة انا الامبراطور. الامبراطورية في حالة ضعف، وده حصل بعد عدد من الهزائم. اعضاء مجلس الشيوخ تخلوا عن الحرب وكانوا عاوزين يعملوا سلام مع الاعداء، عاوزين يبيعوا المواطنين كعبيد، بس انا جيت وهوقف خطتهم وعاوز الكل يتجمع تحت راية الامبراطورية. فالجنود بينتشروا في الامبراطورية ويفرضوا حظر التجول. سيجاورا وضعه كويس، هو سفير اليابان ومحدش هيلمسه طول ما هو قاعد في قصره. بيحميه مجموعة جنود بقيادة فرسان الأميرة بنيا. الأميرة بتدي الفارس بتاعها مهمة وتقول له نفذها قبل فوات الأوان. هي بتروح تقابل زرزر، بيقول لها أنا قبضت على شوية من أعضاء مجلس الشيوخ اللي كانوا طالبين السلام. بتقول له بتهمة إيه؟ بيقول لها خدوا رشوة من اليابان. بتقول له طب فين الدليل؟ قال لها أنا حبستهم وهبقى أدور على الدليل بعدين. بيدخل رجالته ويقولوا للأسف مش هنقدر نفوز على اليابان، عشان كده ممكن نعمل حركات غير أخلاقية، نلبس ملابس خضراء ونهاجم القرى، ده هيسوء من سمعة قوات الدفاع الذاتي. زرزر بيقول لهم فكرة كويسة نفذوها فورا. ديابو أخوه عرف اللي فيها. زرزر استولى على الحكم وتفاضل شوية ويقبض على اخواته ويقتلهم. انا ههرب قبل ما يقتلني، هشوف اي بلد اتعاون معاها وارجع بجيش اهزم بيه زرزر وارجع الامبراطورية. في نفس الوقت عند ايتامي بياخد فرقته ويتجه لمدينة روندل. مدينة روندل هي مدينة السحر في العالم. ليلي عاوزة تروح هناك عشان تقدم كساحرة. بيدخلوا المدينة ويروحوا الاول فندق معاهم روري، فكل الناس بتعاملهم كويس. بتروح لأكاديمية السحر وتقابل ست كبيرة مسؤولة المكتبة واسمها ميموزا. ليلي بتقول لها هي فين أريبيجو؟ بتقول لها في السوق شوية وهترجع. أريبيجو بتوصل وأول ما تشوف ليلي بتتصدم. هو إيه اللي جابك هنا؟ جاية تشوفيني بعد 3 سنين؟ إزاي بتعاملي أختك الكبيرة كده؟ أريبيجو هي أخت ليلي. بيخرجوا يتمشوا في المدينة. ميموزا بتقول لروري أنت ما سلمتيش عليا ليه؟ نسيتيني بعد المدة دي؟ ده عدى 50 سنة من آخر مرة شفنا بعض فيها. روري بتقول لها أكيد فاكراكي وفاكرة أنا كنت قايلالك تعملي إيه. روري طلبت منها تبحث عن حاجة، عاوزة تعرف ليه في أجناس كتيرة موجودة في العالم. ميموزا بتقول لها فاكرة وعملتلك بحث وعرفت الحقيقة. سبب وجود أجناس متعددة هي البوابة. أول أسطورة بتقول إن الإلف كانوا عايشين في العالم، تفرقوا ما بينهم بس في حاجة واحدة كانت بتجمعهم وهي الهضبة. اعتبروا الهضبة مكان مقدس بيجمع الكل. نفس الموضوع عند الأقزام وعند الغيلان وعند البشر، كلهم اعتبروا الهضبة مكان مقدس. تفسيري إن أنصاف البشر الموجودين في عالمنا جم عن طريق بوابة. كل 1000 سنة البوابة بتفتح على عالم ومكان البوابة هو الهضبة. بيوصل لعالمنا شوية زوار ويكونوا قرى ويعيشوا فيها، وبعدها البوابة بتقفل. أجناس مختلفة بتيجي عن طريق البوابة، واحنا البشر مش استثناء. تقريبا البشر هم آخر القادمين من البوابة، وده السبب اللي خلى الإمبراطورية تعتبر الهضبة أرض مقدسة. هو ده سر العالم اللي احنا فيه. بيخرجوا يتمشوا في المدينة، فجأة واحد بيقرب من ليلي ومعاه قوس، وقبل ما يضربها بيظهر فارس بنيا ويقتله. بيقول لهم يلا نهرب بسرعة، الوضع دلوقتي في غاية الخطورة. جاي مع مساعدة الأميرة بنيا وده كان بأمر منها. الأمير زرزر سيطر على الإمبراطورية ومتغاظ من الشهرة اللي خدتها ليلي. ما ليلي هي البشرية اللي شاركت في قتل التنين، فعاوز يقتلها بأي تمن، عشان كده بعت مختالين وراها. والأميرة بنيا بعتتني عشان أنبهكم واحمي ليلي. وفي الإمبراطورية الأمير زرزر بيصدر أمر جديد، بيأسس مجموعة باسم لجنة إعادة السلطة للإمبراطورية، هدفها هو القبض على كل المتعاونين مع اليابان. بيوصل لليابان تقرير بكل اللي حصل، وإن النبلاء اللي كانوا بيساعدوهم بدأ يتقبض عليهم، وفي شوية منهم طالبين المساعدة. رئيس الوزراء بيقول لهم مش مسموح، ما ينفعش نخليهم يدخلوا القصر مع سيجاورا، احنا مش عاوزين نخش حرب مع
مع الامبراطورية، قول لهم يستحملوا لحد الاوضاع ما تتعدل. وفي قصر الاميرة شيري اللي كانت بتتغدى مع عيلتها، فجأة الخدم بيدخلوا ويقولوا الفرقة وصلت، اللجنة اللي اسسها زرزر واللي اتعرفت وسط الناس بفرقة المنظفين اقتحموا القصر للقبض على كل اللي فيه. فشيري بتدخل مع جدها النفق تحت الارض، هي وجدها هيهربوا والاب والام هيفضلوا عشان يشغلوا الفرقة. المنظفين بيوصلوا للاب والام ويسألوهم فين باقي العيلة. الاب بيقول لهم للاسف خرجوا من شوية وانت مش هتقدر تحصلهم، وبيرموا الخمرة اللي قدامهم ويمسكوا الشموع. شيري بتمشي في الممر السري اللي كان عبارة عن مجاري بتوصلها لخارج القصر، واول ما تخرج بتشوف النار، البيت بيولع مع ابوها وامها. الجد بيقول لها لازم تضحيتهم ما تروحش، لازم نهرب باي تمن. بيمشوا لفترة طويلة لحد ما يجوعوا، لازم نلاقي حاجة ناكلها. شيري بتخبط على بيت وتقول له ممكن تدينا اكل، بيقول لها طب وايه المقابل؟ بتقول له انا معايا شوية زينة سعرهم غالي. الراجل بيشوفهم ويوافق، بيديها اكل، فبتقول له مش ده اكل من اليابان؟ بيقول لها ما انا شغال طباخ في قصر السفير سيجاورا، هو عايش دلوقتي في القصر لكن عليه حراسة مشددة. يا دوبك بيقعدوا ياكلوا والمنطقة بتتقلب. فرقة المنظفين بتوصل ويدخلوا كل بيت ويفتشوا عليهم. فشيري وجدها بيقرروا لازم نروح ونطلب المساعدة. بيوصلوا عند القصر، شيري بتحاول تعدي فالفارس بيقول لها ما ينفعش، العشب هو بداية حدود اليابان، ده اللي مذكور في المعاهدة. بتروح تقابل فرسان الأميرة بنيا وتحكي لهم اللي حصل. بتقول لهم عاوزاكم تبلغوا سيجاورا إننا موجودين. واحدة منهم بتطلع وتحكي له، فبيقول لها للأسف ما أقدرش، أنا واخد تعليمات بعدم مساعدة أي واحد من النبلاء، لو وافقت على واحد لازم أوافق على التاني، وبالشكل ده هوافق على كل النبلاء، وأكيد الأمير زرزر هيرفض الوضع ويعلن الحرب. بتقول له بس في واحدة عاوزة تكلمك. بيبص في الشباك ويلاقيها، بيتأثر شوية بس ما ينفعش أوافق، قوليلها إني رافض أقابلها. بتخرج وتقول لهم طلبكم مرفوض. وفي نفس اللحظة فرقة المنظفين بتوصل، احنا جايين ناخدكم، الأمير زرزر طالبكم في حاجة. بيروح ويمسك شيري، بتنادي على سيجاورا وتقول له ساعدني، لو خدني مش هقدر ارجع تاني. فجأة سيجاورا بيظهر ويقول له سيب شيري. الراجل بيقول له دي مواطنة في الامبراطورية، بس الفارس بيتدخل ويقول لشيري ادخل اليابان. واول ما تدخل العشب بقت جوه حدود اليابان. قائد الفرقة بيقول اللي حصل ده غير مقبول، شيري هترجع معايا دلوقتي. ففرسان الاميرة بنيا بيسدوا الطريق، لو قربت يبقى انت اللي اعلنت الحرب، مهمتنا هي الحفاظ على سلامة القصر. فالفرقة بتخرج اسلحتها والاتنين بيشتبكوا ببعض. حراس القصر فرسان، فطبعا افضل من شوية المرتزقة الموجودين في فرقة المنظفين. والقتال بيستمر لحد المغرب، ومع قوة الدفاع الفرقة بتضطر تنسحب. الاخبار بتوصل لليابان، وزير الدفاع عاوز يبعت دعم لكن رئيس الوزراء بيرفض. للأسف في وفد مكون من سفراء الدول دخل البوابة عشان يشوف الأوضاع جوه، ما ينفعش نبعت قوات للدعم قدامهم، كده هيعرفوا ان في حرب بيننا وبين الامبراطورية في الوقت اللي احنا قايلين اننا بنعمل معاهدة سلام. وزير الدفاع بيقول له طب وسيجاورا؟ الراجل وضعه في خطر. رئيس الوزراء بيقول له ان شاء الله هيبقى كويس. وفعلا وسائل الاعلام بتوصل، بتصور كل بيت وكل شخص موجود في الهضبة، بيصوروا الجيش والادوات والاسلحة، عاوزين يطلعوا اي غلطة. والسفراء كذلك بيعدوا على المواطنين ويسألوهم، وبيشوفوا البضايع اللي بتتباع في الهضبة. وعند إتامي والبقية اللي كانوا قاعدين مستعدين خايفين من اي حد يحاول يغتال ليلي. وفي الليل 3 بيتسللوا للأوضة، بيدخلوا وفي ثانية بيخرجوا الخناجر ويهاجموا. إتامي كان جاهز ومستخبي في الدولاب، بيضرب قنبلة فلاش بتاع عينيهم، بيربطهم ببعض، لكنه بيلاحظ دول الخدم اللي شغالين في الفندق. رئيس الفندق بيوصل ويسألهم ليه عملتوا كده؟ بيقولوا احنا قابلنا واحد خدعنا، قال لنا ان في مجرمين عايشين في الفندق وبيخططوا انهم يقتلوا صاحبه، صدقنا وقررنا نقتلهم قبل ما يقتلوك. حارس الاميرة بنيا بيقول ده اسلوب الرجل الزمار، مختال مشهور جدا بيقدر يغير شكله، مرة بيظهر كراجل ومرة كست، مرة جنية ومرة قزم، هويته غير معروفة، وكمان بيقدر يخدع البشر ويحولهم لمختالين. باختصار هو
اخطر شخص موجود في الامبراطورية. رئيس الفندق بيعتذر ليهم ويطلب من إيتامي انه يعفو عنهم. ممكن تعاقبني انا بس سيبهم يعيشوا. روري بتقول لهم خلاص احنا مسامحينكم، اهم حاجة ما يكرروش الفعل تاني. سابوهم يخرجوا لانهم شاكين في حاجة، ما دام الراجل الزمار قدر يخدعهم مرة فمن المنطقي انه هيجرب تاني ويخليهم يهاجموا من تاني، عشان كده لازم نراقبهم. اكتر واحدة مغمورة هي مساعدة الاميرة بنية، محدش يعرفها فهي هتتولى مهمة مراقبة الخدم. وفي الامبراطورية الامير زورزر اصدر قرار جديد بضم جيش الامبراطورية لفرقة المنظفين. الجيش بالكامل بقت مهمته هي القبض على النبلاء اللي تعاونوا مع اليابان. في نفس اللحظة بيبعت جنود للاميرة بنية بيقول لها انت اختي بس للاسف تصرفاتك مش عجباني، عشان كده لازم تفضلي في مكان ولا تكلمي حد ولا حد يكلمك. بيربطوا ايديها بالاصفاد ويرموها في السجن تحت الارض. تيولي بتنزل بنفسها توصلها وتقول لها انت في الزنزانة اللي كنت انا فيها لمدة طويلة، ده اول انتقام ليا من عيلتك، هيحصل فيكي نفس اللي حصل ليا والباقي عشيرتي. في نفس الوقت فرقة المنظفين بتوصل عند القصر، بدل المرتزقة بقوا جنود الامبراطورية، فالفرسان بيسدوا الطريق. هندافع عن القصر حتى لو هنضحي بارواحنا، والاتنين بيشتبكوا ببعض. مساعدة الاميرة بنية كانت بتراقب الخدم، واحدة بتقرب منهم وتقول لهم انا شفت الرجل الزمار، سمعت انه هيهاجم في اختبار السحر، فبلغوها وخلوها تلبس درع تحت الملابس، هنخليها تتظاهر انها ميتة عشان الرجل الزمار يسيبها في حالها. الخدم بيقولوا خطة ممتازة كده هنقدر نقبض عليه، احنا عاوزين ننتقم منه. طبعا باين جدا انها بتضحك عليهم. المساعدة بتمشي وراها عشان تعرف هي عايشة فين، بترجع وتحكي لهم كل حاجة حصلت ما عدا جزئية انها مشت وراها. وفي الصباح ليلي بتروح لامتحان السحر. الامتحان بيقام قدام اكبر سحرة المدينة، والامتحان صعب جدا، في بعض الاوقات مفيش ولا طالب بينجح، والاصعب اننا ما نعرفش هل القاتل ممكن يستخبى في وسط الصحراء. طب ازاي هنقدر نصطاده؟ ليلي بتتقدم للاختبار. في وسط الحشود بتظهر البنت اللي كانت مع الخدم. إيتامي بيخرج سلاحه فالبنت فورا بتنط وتهاجم، بس بتنزل على راسها الهجمات السحرية. المدينة بالكامل كانت عارفة بمحاولة اغتيال ليلي، فكلهم كانوا مستعدين للدفاع عنها. قدرنا نقبض على المجرم، بس في لحظة خادمة بنية بتقف قدام ليلي وتخرج الخنجر وتهاجمها. ما ننساش انها كانت لابسة درع فالضربة ما اثرتش عليها. بيمسكوا المساعدة ويسألوها انت ليه عملت كده؟ هو الزمار قدر يخدعك؟ بتقول لهم انا سمعت ان زورزر قبض على الاميرة بنية، ولو جبت له راس ليلي فاكيد هيحررها. انا عملت كل ده عشان انقذ الاميرة بنية. كل ده والمعركة لسه شغالة، القوات عمالة تزيد وهي بتهاجم القصر، والفرسان تعبوا من كتر المقاومة. التقرير بيوصل لوزير الدفاع، بيروح لرئيس الوزراء ويقول له لازم نساعدهم. رئيس الوزراء بيقول له اتصرف، انا مش هقدر ابعت قوات للدعم، سمعتي هتتأثر في الانتخابات لو الموضوع اتعرف. وزير الدفاع قال له انا هبعت قوات للدعم حتى لو هخسر سمعتي السياسية. وفورا الامر بيوصل لقوات الدفاع الذاتي بتقديم الدعم للسفير سيجاورا. نفس الامر بيوصل لإيتامي، فبياخد الكل وينطلق للامبراطورية. وفورا طائرات الجيش بتنطلق، النفاثات بتدمر مضادات الطائرات، بتقتل التنانين اللي بتدافع عن الامبراطورية. كل ده عشان تأمن الوضع للطائرات اللي بتحمل الجنود. فرقة المغتالين بيخلصوا على جنود الحراسة، بيقتحموا الامبراطورية من غير حد ما يحس، بيخشوا المساكن الجنود، بيرموا قنبلة وبعدها بيفتحوا ويخلصوا عليهم من غير حتى ما يقدروا يهاجموا. عملية نظيفة جدا. الطائرات بتوصل والجنود بينطوا منها. الامير زورزر واقف مذهول، ايه اللي بيحصل ده؟ العدو جاي لنا من السما؟ مش كده وبس، قدروا يسيطروا على البوابة الغربية. جنود الامبراطورية بيحاولوا يوقفوهم لكنهم مش قادرين يقربوا حتى، بيصطادوهم زي الفراخ، وده اللي هم كانوا عاوزينه. هم جايين لمهمة صغيرة، بيقتحموا سجون الامبراطورية ويخرجوا النبلاء المتعاونين مع اليابان. وبمساعدة انصاف البشر اللي عايشين في الحي الاحمر بيوفروا ليهم وسائل المواصلات عشان ينقلوا النبلاء. دي كانت الفرقة الاولى. في فرقة تانية وصلت القصر، حاوطوا فرقة المنظفين وبدأوا الضرب. الرصاص بيجي لهم من كل اتجاهات الغابة، الدروع مش قادرة تصد، بس المرة دي
عندهم فرقة رومان بيقدروا يصيبوا بعض الجنود، بس قدام القوة النارية والمتفجرات الجنود بيسقطوا والباقي بيهرب. قائدهم نفسه حاول يهرب، بس واحدة من فرسان الأميرة بنية بتنطلق وراه وتفصل راسه عن جسمه. قدروا يأمنوا القصر وبيدخلوا يطمنوا على سلامة السفير سيجاورا. قائد الفريق هو بوزن، واحد من جنود إيتامي، بيبلغهم ان تم تحرير كل الأسرى. الفارسة بتسأله عن الأميرة بنية، بيقول لها ما شفناهاش في السجن. بتقول له طب انا عندي طلب، خد الفرسان معاك لبره الامبراطورية، لو فضلوا هنا ممكن الامير زورزر يوصل لهم. بوزن بيوافق ويبدأ في نقلهم، والفارسة بتاخد بعضها وتنطلق للعاصمة. مش هي لوحدها، الاتنين بينطلقوا عشان ينقذوا الاميرة بنية. بيوصلوا عند البوابة فالحراس بيوقفوهم، بيقولوا انتوا خونة ومطلوب القبض عليكم. بيصيبوا الحصان بسهم وكل الجنود بينطلقوا عليها، فبتاخد صاحبتها وتحاول تهرب. فرقة الفرسان بتنطلق وراهم، وبوزن كان واقف. الكل انسحب وتفاضل فرقته، مش عاوز يمشي قبل ما يرجعوا. بيفضل مستني لحد ما يلاقيهم ووراهم فرقة الفرسان. بيؤمر الجنود بحمايتهم، فبيفتحوا النار على الفرسان ويسقطوهم الواحد ورا التاني لحد ما يمسكوا البنتين، وفورا بيبدأوا الإخلاء. بيركبوا المروحية ويهربوا قبل ما يموتوا. سابوا الإمبراطورية من غير ما ينقذوا الأميرة بنية، والأمير زورزر قاعد بيضرب كف على كف. كل الخطط اتدمرت. بيسأل تيولي اعمل ايه؟ بتقول له ما تخافش، هيرجعوا من تاني، احنا عندنا شخص مهم هيرجعوا عشان ينقذوه. ايتامي بيوصل مع البقية للإمبراطورية، وتحديدا بيروح للحي الأحمر، ده المكان اللي يقدر يدخله بأمان. بيوصل للمكان اللي موجود فيه أفراد قوات الدفاع، ويلاقي أعضاء فرقته مستنيينه. كانوا عارفين أو حاسين إنه هيرجع وجهزوا نفسهم عشان يساعدوه. بيقول لهم الخطة كالتالي، أنا هتنكر بزي خادم وهدخل مع روري وليلي، وكوري باشا هتدخل مع تشوكا من الخلف. هتستخدم تعويذات النوم على الحراس، وباقي الجنود هيدعمونا في الهرب. طب هيدخلوا ازاي؟ ايتامي بياخد عربة ويزقها لحد ما يوصل لبوابة القصر. الحراس طبعا بيوقفوه، فليلي بتخرج وتقول لهم انا ليلي قاتلة تنين النار، الامير زورزر كان عاوز يقابلني. الحراس اول ما عرفوا سمحوا ليها بالدخول بالعربة اللي معاها. في نفس الوقت في القصر الحراس بيجيبوا الاميرة بنية قدام زورزر، بيقولوا فرسانك ساعدوا قوات الدفاع الذاتي في غزو الامبراطورية، اكيد انت خاينة زيهم. بنية بتقول لهم فرساني اتصرفوا صح، عملوا اللي باقي الجنود مش قادرين يعملوه. كل الموجودين هنا عاوزين يهربوا لكنهم خايفين من زورزر. في نفس الوقت تشوكا وليلي بيخدروا الحراس في كل انحاء القصر. زورزر بيقول لاخته انا عارف انك خاينة، بس ما تخافيش، انا هدفي هو هزيمة قوات الدفاع الذاتي، وهستعملك عشان اجذبهم. ودي اللحظة اللي بتتكسر في البوابة. ليلي وروري وايتامي بيدخلوا. زورزر بيقول للجنود ما تخلوهمش يقربوا، اقتلوهم بسرعة. ايتامي بيقول له حقك، والجندي اللي عاوز يحارب روري قرب. سمعوا اسم روري فرجعوا ورا، اسمها لوحده كفاية. زورزر بينادي بأعلى صوت الغول، هاتوا الغول فورا. جايب غول عشان يهزم قوات الدفاع الذاتي. الغول بيحاول يهاجم، فليلي بتستخدم السحر وتصيبه. روري بضربة بتقطع كتفه، وليلي بضربات سحرية بتلزقه في الأرض. الموضوع ما خدش 10 ثواني. ايتامي بيقول لهم انا جاي اخد الاميرة بنية، وكمان عاوز منك وعد انك ما تستهدفش ليلي. زورزر بيقول له وانا ليه انفذ امرك؟ فجأة رصاصة بتعدي من جنب راسه. ايتامي بيقول له شايف دي؟ في واحد بيراقب كل خطواتك، احنا نقدر نوصل لك في اي مكان. لو ليلي حصل لها خدش واحد الرصاصة دي هتكون في راسك. وبسرعة بياخد الاميرة بنية ويخرج. بياخد العربة مع باقي الجنود وينطلق. الجنود بيحاولوا يوقفوهم فبيدوسوهم بالعربية. عربات الدعم واقفة وشغالة في ضرب النار. مش كده وبس، قدروا ينقذوا الامبراطور وياخدوه معاهم. مهمة نظيفة جدا تاني. الامبراطور بيفوق، فايتامي بيقول له ما تخافش انت في حمايتنا. بنية بتقول له اخويا هيغرق الامبراطورية لازم توقفه. قال لها ما اقدرش، زورزر مش هيسمع كلامي، انا خلاص وافقت على خطة اليابان، ومن النهاردة انت ولية العهد. زورزر خارج عن القانون، وانت بصفتك ولية العهد لازم تحاربيه. بس الامير زورزر كان عنده رأي تاني، عمال يفكر في الشخص اللي بيراقبه، خايف الرصاصة تيجي في راسه، فبياخد مساعدينه ويهرب لشمال الامبراطورية.
الامبراطورية. فوراتا لقى ان الموضوع خلاص انتهى، الامير بيهرب، فما فيش حاجة ممكن اعملها وبيرجع لقوات الدفاع الذاتي. تيولي نفذت رغبتها ودمرت الامبراطورية، بس ده ما خلاهاش سعيدة، الانتقام معالجش الحزن اللي جواها. وبعد هرب الامير زورزر، الاميرة بنيا اسست حكومة الامبراطورية وهي القائدة بتاعتها، وتم عمل معاهدة سلام مع اليابان. مش كده وبس، كل جندي لقى له واحدة من الفرسان واتجوزها، حتى ديليا اللي حاولت تقتل كيرا. الاتنين حبوا بعض واتجوزوا، كله بيتجوز بعضه. ايتامي الوحيد المتوحد في القصة بيرجع اليابان بعد سنة من الغياب ويشتري كل فصول المانجا اللي فاتته، لكنه بيلاقي تشوكا وليلي وروري مستنيينه. خلاص الحدود بين الامبراطورية واليابان اتفتحت، الاتنين بقوا يقدروا يتحركوا بسهولة عن طريق البوابة. وبس كده، ده كان نهاية القصة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتدوس سبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.